اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ده بتبدا قصتنا في جبل القديسين، وبنعرف ان عالم خارجي احتلت وحوش وعاصفه جليديه، والناس اللي كانوا عايشين في الجبل ما تواصلوش بالعالم الخارجي لمئات السنين، واوقات الوحوش بيهجموا عليهم، ولكن بعد كام حرب مدمره المدينه اتعاد بنائها اكتر من مره، ومحدش في الزمن ده يعرف اي حاجه عن الوضع في العالم الخارجي. وبيتقال ان البشريه اتدمرت كلها وقت المعركه، وكان فيهم امبراطوريه قويه، والمدينه دي قدرت تنجو من العصر المظلم عشان مكانها كان خفي، والاسوار دي جبال لا تقر. والمدينه دي اللي بتمثل امل البشريه اسمها المدينه المجيده، وبنتنقل لمعهد اوركيد، وبالتحديد لصف المتدربين المبتدئين، وبيكون في جوه معلمه بتشرح، وبنعرف من كلام الطلاب ان المعلمه دي من العائله الاسطوريه، وانها كمان روحانيه شيطانيه من التصنيف الفضي، وان العائله الاسطوريه واحده من عائلات الاساسيه الثلاثه في المدينه المجيده. بس مهم باللي المعلمه بتقول لهم الروحانيين الشيطانيين والمقاتلين عندهم 5 تصنيفات: البرونزي والفضي والذهبي الاسود والاسطوري، وكل تصنيف متقسم ل5 نجوم من المستويات. والفرق بين المقاتلين اللي بيستخدموا قوتهم الجسديه والروحانيين الشيطانيين هو ان الروحانيين الشيطانيين يقدروا يدمجوا ارواح الشياطين في نطاق ارواحهم وقت المعركه، وياخدوا قوه اكبر من المقاتلين. زي روح الشيطان بتاعي هو الثعلب القرمزي الملتهب، بعد الاندماج اقدر اتحكم في قوته واكسب قدرات ناريه. الثعلب القرمزي الملتهب هو وحش بينتمي للتصنيف الذهبي، وده معناه ان اعلى تصنيف اقدر اوصل له هو روحانيه شيطانيه ذهبيه، وكمان اقدر ابدله بروح شيطاني اقوى. فبينبهر الطلاب، ولكن بيكون في واحد نايم وبنعرف ان اسمه نيلي، ولكن فجاه بيخترق شعاع نور السحابه، ونيلي بيفوق ولكنه بيكون مصدوم وبيقول هو ايه المكان ده؟ ايدي هي بقت تصغر ليه؟ وهو بيبص قدامه وبيفاجئ لما بيشوف زيه، وبنلاقيه بيقول هو انا في معهد اوركيد الاسطوري، انا كنت محاصر بامبراطور حكيم و6 وحوش اسطوريه، واستخدمت قوتي النهائيه ومت في المعركه. طب ليه انا رجعت المعهد اوركيد؟ هو ممكن اني اتبعثت من جديد؟ بيوزي هم لسه عايشين؟ ايه ده؟ وهي كمان يون لسه عايشه برضه؟ هو انا رجعت للماضي بجد؟ يعني ده مش حلم صح اكيد ده بسبب كتاب روح الشيطان الزمني. كتاب روح الشيطان بتاعي هو راح فين؟ صح اكيد ده بسبب كتاب روح الشيطان الزمني. كتاب روح الشيطان بتاعي فين؟ ده اختفى. هو دايما كان معايا من ساعه ما لقيته، وكمان عليه دم من دمي بعد ما عارك ما تعدش. اكيد كتاب روح الشيطان الزمني هو رجعني بالزمن لما كان عندي 13 سنه. في حياتي اللي فاتت عانت المدينه المجيده من هجمات جنونيه من وحوش عاصفه الجليد، وحتى مو حارس المدينه واللي بتصنيف الروحاني الشيطاني بتصنيف اسطوري مات في الحرب دي، واللي قدروا ينجوا من المعركه دي هم كام الف بس، وراحوا في اتجاه الصحراء في شرق جبال الاسلاف، وهم بيهربوا ما كانش موت سايبهم، وكانوا بيموتوا واحد ورا التاني. وبسبب الاحداث دي كلها لي ويون قدروا من بعض اكتر واتجوزوا، وكملوا رحلتهم بسعاده في الصحراء. ولكن السعاده دي كانت قصيره عشان هم في الرحله دي في وحش هجم على يون وقتلها، وبعدها كمل نيلي الرحله لوحده وعدى قاره عظيمه، وشاف هناك بشر من اللي قدروا يهربوا من الخطر، ودخل معارك خطيره كتير، ولقى كتاب روح الشيطان الزمني في الرحله دي. بس كان متضايق عشان كان ضعيف وقت هجوم اللي حصل على المدينه بتاعته، واللي يوم ماتت فيها. وفي اخر معركه كانت كل امنيته انه يرجع تاني للايام اللي كانت بتجمعهم مع بعض، بس بما انه رجع كل ده بالزمن فلازم يحمي المدينه المجيده من الهجوم اللي ما قدروش يتفادوه في المره اللي فاتت. بس بدون الحرب دي ما كانتش يون بنت زعيم المدينه تبص لواحد من العيله العاميه زيي. بس بما اني رجعت تاني فاكيد دي مش هتكون مشكله. يمكن انا ضعيف دلوقتي، بس المعرفه اللي عرفتها من كتاب روح شيطان الزمن اقدر ارفع مستواي بكل سهوله. ولكن بياو بيقطع حبل افكاره، وبنلاقيه بيقول له مالك مبتسم كده ليه؟ فبيمسكه ليه وبيقول له وحشني فشخ يا برو. فبيتصدم بيه وبيقول له ابعد ايدك دي، وايه برو دي كمان؟ انت فاكرنا اصحاب ولا ايه؟ انا عارف انك واحد من النبلاء، بس بحذرك ما تفكرش في البت دي. فبيقول ان ليه تحذرني منها يا ابني؟ اصلا دي مراتي. وهو بيبص عليها وبيقول لنفسه انا لازم احميك المره دي ونكبر مع بعض. وهي بتاخد بالها انه بيبص عليها، وبتفكر انه بيتنمر عليها، وبتقرر تربيه. فبيبص يوي وبيضايق عشان نيلي بيبص على يون. فبيبص نيلي وبيقول صح ده يوي واحد من عيله اسطوريه، واللي بالمناسبه عمته هي زيو. في حياتي اللي فاتت يوي ويون كانوا مخطوبين، ولو المدينه ما كانتش اتدمرت اكيد كانوا اتجوزوا. وده عشان اول ما المدينه اتدمرت العيله الملكيه هربت، بس الحمد لله كله تحت السيطره بما اني رجعت تاني للحياه. وبيلاقي معلمه زوي بتقول للطلاب انها هتعلمهم طول السنتين الجايين، بس بتقولهم كمان انهم لازم يواجهوا الواقع، وهو ان المملكه المجيده هي الوحيده اللي نجت على الارض، وان العامي هيفضل عامي، ولازم يفوقوا عشان حتى عنه بلاء ففي حدود ما يقدروش يعدوها. وكان بتبص على زي فبيتعصب نيلي وبيقول ده زي عيلته حالتها ما كانتش كويسه في حياتي اللي فاتت، ولكن زي كويس ومن غير دعم عيلته والموهبه العظيمه اللي عنده
زيو قدر يوصل لروحاني الشيطان الذهبي بقوته الخاصه. ووقت دمار المدينه المجيده في نبلاء كتير كانوا بيفكروا بس ازاي يهربوا، بس عم زي زي هو اللي قاتل ودافع عن المدينه المجيده لحد الموت. في حياتي اللي فاتت اللي هرب الاول هو مانتو اللي عيله اسطوريه، وبيرفع ايده بيقول يا معلمه زيو عندي سؤال. فبينليها بتقول لنفسها الواد الشاي ده بيبص على عيون وبيبين نفسه، وبتقول له بعدها عايز ايه. فبيقف نيلي وبيقول انت قلت ان المدينه المجيده هي الوحيده اللي نجت من العصر المظلم وان احنا اللي اتبقينا من البشريه، عندك دليل على الكلام ده؟ يعني انت خرجت قبل كده من جبل الاسلاف وزرت الصحراء اللي ملهاش نهايه، او حتى غابه السامه، او مستنقع على القمر الدامي، او خليج الروح، او جبل اللامع، او حتى الجليد الشمالي؟ فبتستغرب زيو وبتقول له ايه الجبل اللامع والجليد الشمالي ده؟ انا كنت في المدينه المجيده من ساعه ما اتولدت وما رحتش الاماكن دي. فبيقول لها ليه؟ طب بما انك ما رحتش هناك فليه بقى انت واثقه اننا البشر الوحيدين اللي نجينا؟ فبتتعصب زيو والطلاب بيقتنعوا بكلامه واني ليه بيكون واقف بكل ثقه. فبنلاقي زيو بتقول لنيلي طب ايه الاثبات اللي عندك على ان كلامي غلط؟ فبيرد نيلي وبيقول لها دليل، انا احكي لك قصه. كان في ضفدع في قاع بئر من ساعه ما اتولد، وعشان كان البدايه ما شافش غير جزء صغير من السماء، وعشان كده قال ان السماء بحجم فتحه البير دي بس هل فعلا السماء على قد فتحه البير بس؟ فعشان كده احنا بنقول ان ده منظر السماء اللي بيشوف الضفدع من قاع بئر. فبيضحكوا الطلاب لان منظر السماء وقاع البئر ده كان في الجون ده، حتى كمان يوم بتضحك وبتكون شايفه ان دمه خفيف. فبيتبسط نيلي جدا اصلها مراته ومراته اتكسفت. فبيقول له بياو عاش. بيتعرض المعلمه وتعاكس يون في العلن ارفع لك القبعه يا نيلي، بس نيلي بيكمل وبيقول يا معلمه زيو عندي سؤال تاني. فبترد وبتقول له عايز ايه؟ فبيكمل نيلي وبيقول انت قلت ان عامي هيفضل عامي، هو مش كان الزعيم مو عامي لما كان صغير؟ هو انت مش عارفه ده ولا ايه؟ فبنلاقي واحد من الطلاب بيقول ايه الزعيم مو صح، ايه الزعيم مو برضه كان عمي. فبنلاقي زيو بتقول من مئات السنين في تاريخ المدينه المجيده ايه الزعيم مو هو كان الوحيد اللي قدر يطلع لفوق. فبيقول لها ليه بس انت مش قلتي ان ده مستحيل؟ مش كده انت بتعرضي نفسك ولا ايه الزعيم مو هو مثال احسن عشان بعيد عن الاصل فامكانيات الكل بلا حدود ومفيش حاجه صعبه طالما الواحد مصر انه يكمل. فبتتغاظ زيو وزي بيكون مركز مع نيلي. بس المهم بنلاقي زيو بترد وبتقول هو انت مفكر يا ابو العريف ان الموضوع لما تمشي كده الواقع ممكن يتغير؟ انت بصيت للي حصل للزعيم مو ولكنك ما بصيتش لكام واحد فشلوا وما قدروش حتى يبقوا مقاتلين. نيلي صح انت تعتبر من عيله ارستقراطيه، وبما انك مش عارف انت بتعمل ايه فانا هبص على عنوان الموهبه اللي عندك. وبتفتح ملفه وبيكون مكتوب فيه نيلي نطاق روح البحر احمر، وقوه الروح الحاليه 5، وقوه جسديه 21. وبتكمل وبتقول نيلي بموهبتك دي هتعرف توصل بالكتير لمقاتل برونزي في حياتك كلها، ومستحيل تكون روحاني شيطاني. انت حتى اقل من بعض العاميين مش مستغرب انك اتجرأت عشان تقول الكلام ده. اما يوي فبيقول لنفسه الموهبه الفظيعه دي ده هيعيش في قاع المدينه المجيده، ولولا يون ما كنتش جيت الصف ده عشان اكون زميل ناس زباله زي دي. اما زيوفا بتكمل وبتقول مع موهبه زي دي مش هتلاقي اهتمام حتى جوه عيلتك، وكمان بتتصرف كده قدام الكبار. بس نيلي بيرد بيقول لها يا معلمه زيو هو انت فاكره ان نطاق الروح هو اللي بيحدد مستقبل الشخص؟ مع شخصيتك الدنيئه دي انت هتحمل موهوب وهترمي العادي ولسه بتتكلم عن الاخلاق؟ انت بس بتحاولي تخفي شخصيتك الدنيئه بس. فبتصنب زيو وبيلاقيها بتزعق وبتقول له اخرس، انت فاكر نفسك مين عشان تشوف سمعه معلمتك؟ فبيرد نيلي وبيقول لها بصراحه انا مكسوف اني عندي معلمه زيك، انا اضمن لك ده في الفصل ده هيكون في عاملين كتير هيعدوا اللي تتخيليه وهيحققوا انجازات ما تصدقش. وبدل التدريس انت بتقولي كلمات بتدمريهم بيها، انت حتى ما ينفعش تكوني معلمه، موهبتي منخفضه وفيها ايه؟ هيجي يوم وهكون روحاني شيطاني اسطوري زي الزعيم مو، وكمان هتجوز احسن بنت في المدينه المجيده. فبيبص ليون وبتبص قدامها تاني وبتكون مكسوفه. اما يوفا بيكون متضايق بس بتضحك وبتقول اهي دي بقى احسن نكته سمعتها في حياتي، شخص بنطاق روح بحر احمر بيقول انه هيبقى روحاني شيطاني اسطوري زي الزعيم مو. ده حتى الزعيم مو لما كان صغير كان عنده موهبه جامده جدا، كان عنده وقتها نطاق روح بحر ازرق سماوي. انت فاكر انك هتنجح بالحظ بس؟ بلاش هبل. فبدل ما تفكر نفسك ابو العريف ايه رايك تتعلم بجد؟ فبيرد نيلي وبيقول لها انا عارف ان قلبك مليان بالحقد ولكني هقفل بقك في يوم بالواقع الصعبه. الكفاءه مش بتتقاس بانجازات الشخص واستخدام الضعيف عشان تحمي قوي. احنا كحانين بنتحدى فعلا المستحيل ومن غير قلب يقاتل على طول وبدون شجاعه عشان تخلي المستحيل ممكن. فحتى لو الواحد عنده موهبه خارقه فده هيكون ملوش لازمه. يا معلمه زيو ايه رايك تراهنيني؟ فبنيها بتقول له رهاني. فبيكمل نيلي وبيقول لها هنتراهن على الاختبار اللي بعد شهرين وانا وقتها هقدر اوصل لروحاني شيطاني برونزي، ولو فشلت هسيب المدرسه بس لو نجحت وقتها تستقيلي، ايه رايك؟ فبيكونوا كل الطلاب مصدومين. اما زيو بتضحك وبتقول لا حلوه دي، انت على فكره بتتكلم كتير، هو انت فاكر انك هتعرف ترفع قوتك الروحيه من 5 ل 100 في شهر بس؟ فبيقول لها نيلي انا سالتك سؤال هتتجرأي تقبلي ولا لا؟ فبتقول له زيو بما ان الموضوع كده فليه ما تجرأش؟ انا اصلا مش واثقه ان واحد اشقر مغرور زيك هيقدر يعمل حاجه. انت فاكر نفسك مين عشان تقول الكلام الكبير ده؟ وبسبب وقاحتك دي انت هتقف في اخر الصف لمده الشهرين الجايين. فبيقف نيلي وبيقول بما انك وافقتي على الرهان فما تندميش بعدين. فبتقول له زيو اندم بلاش هبل، انت بس ما تعادش بعدين. اما الطلاب فبيتريقوا عليه وبيقولوا يا روحاني الشيطاني المستقبلي بيتعاقب دلوقتي، بس دي مش بيعجبه الكلام ده وبيقول لنفسه نيلي
ليه نبيل برضه وتعاقب عشان اتكلم على عمين اللي زيي، فازاي انا افضل قاعد كده؟ وبيروح يقف جنبه، فبتستغرب زي وبتقول بما انك انت كمان واقف فاروح معاهم، وبنعرف انها بتتكلم عن بياو. فبيلاقي ليه بيقول له ايه يا اسطى ايه اللي جابك هنا؟ فبيرد بياو بيقول له القعده هناك ممله جدا، بعدين واقفه هنا احسن، مش صح ولا ايه؟ فبيضحك نيلو بيقول له على فكره لا عليك، وبيكون متحمس جدا. وبعدها بيدخلوا 3 اشخاص وبيقفوا جنبهم، ونيلي بيفضل مركز مع زيو. فبنلاقي زيو بتقول خلينا نرجع لدرسنا. ظهرت نتائج القوه الروحيه للكل. يون عندها نطاق روح بحر ازرق سماوي وقوه روح 86، ويوي وير عندهم نطاق روح بحر اخضر وقوه الروح 78، ودول هيدخلوا قريب المستوى برونزي بنجمه واحده. مبروك ليكم. فبيكونوا الطلاب مبهورين، بس نيلي بياخد باله من ير وبيقول لنفسه البنت الاولى لعيله زياو دي واحده من عائلات النبيله السبعه، وموهبه قوه روحها اقل من يون. وقبل ما تتدمر المدينه المجيده كانت قدرت تكون روحانيه شيطانيه فضيه. ومع يون بقى اصغر توامتين في الجيل، ولكن عشان عائلتها تعمل علاقات مع العائلات الثلاثه الاساسيه فعائله زياو اجبرت ير انها تتجوز اخو يوي الكبير من عائله اسطوريه، بس هي ما كانتش موافقه، وعشان كده سابت عيلتها وراحت لغابه الشيطان الاسود في جبل الاسلاف وما رجعتش تاني. لو جات لي بس فرصه فاكيد اساعدها بدون شك في الحياه دي. ولكن فجاه بنلاقي زيو بتقول في اختبار المقاتلين والروحانيين الشيطانيين بعد شهرين بتمنى يظهر روحاني شيطاني برونزي بنجمه واحده، وانا ومعهد اوركيد هنكون فخورين بده. ولكن فجاه بنلاقي زي بيقول لي نيلي ان عشان يوصلوا للتصنيف البرونزي فهم يحتاجوا يوصلوا لقوه روحيه تساوي 100، وعشان توصل ل 100 دول فلازم تتعب وتوصل لدرجه انك تقدر تشيل طوبه تقيله جدا او تكسر شجره بعرض دراع وبضربه واحده عشان تقدر تبقى مقاتل برونزي بنجمه واحده. اما بالنسبه للروحاني الشيطاني فده صعب كتير. القوه الروحيه متقسمه ل7 الوان، الاحمر والبرتقاني والاصفر والاخضر والازرق السماوي والازرق والبنفسجي. والاشخاص الطبيعيين اللي بيكون عندهم قوه روحيه حمراء مستحيل تقريبا انهم يكونوا روحانيين شيطانيين. والاشخاص اللي فوق قمه روح البحر البرتقالي او حتى الصفراء بيتناسب معاهم التدريب على قوه الروح. والاشخاص اللي بقوه روح البحر الاخضر والازرق كمان موهبتهم تعتبر ما تتصدقش. وبنلاقي 2 بيتكلموا في نفس الموضوع، واحد منهم بيقول ودول بس اللي يقدروا يوصلوا لتصنيف البرونزي بنجمه واحده في نص سنه. فبيكمل اللي معاه بيقول وفي الوقت ده هيدخلوا صف المقاتل الرسمي او صف الروحاني الشيطاني الرسمي. اما يوي بما انه من عائله اسطوريه فهو عنده كل انواع الاكسير من وهو صغير، وقدر يتخطى النوبلات التانيين من زمان، وهيكون سهل بالنسبه له ان قوته الروحيه توصل ل 100 في خلال شهرين. هو بس كل اللي محتاجه انه يستناهم. اما يوي فبنلاقيه بيقول لنفسه انا بس اللي استاهلها. نيلي يعتبر لا شيء، ده حتى انه يجرأ عليه انه يدخل رهان مع عمتي بانه يبقى بتصنيف برونزي بنجمه واحده في خلال شهرين. بجد مغرور وجاهل. هو انت فاكر ان سهله انك تبقى بتصنيف برونزي بنجمه؟ حساله من النطاق الاحمر اتجرأ يقول كلام زي ده. اما زيو فبنلاقيها بتقول واللي بيقولوا ان هم يقدروا يوصلوا لتصنيف برونزي بنجمه خلال شهرين، احب اشوف هيوصلوا لفين. اما نيلي فبيقول لنفسه شهرين لسه في وقت طويل. هو بيبدا يصفر فبيستغرب ياوزي، وبنلاقي بياو بيقول له ولا نيلي هو انت بجد معجب بيون؟ فبيرد نيلي وبيقول له فبيستغرب بياو وبياخد نفسه وبيقول بص هي فعلا جميله، وبما انك زي اخويا فانا هديك تحذير. هويه يون نبيله عظيمه وما تعتبرش شخص تقدر توصل له. بس زي بيقطعهم وبيقول هو انتوا الاتنين ما تعرفوش تبقوا واقعيين اكتر؟ يون عبقريه وفريده منها وعندها قوه روح بحر ازرق سماوي، وهتبقى قريب روحانيه شيطانيه بتصنيف برونزي بنجمه. انا بيتهيألي ان بعد شهرين هتقدر تدخل صف الروحاني الشيطاني الرسمي، وبعد ادخلها لصف الروحاني الشيطاني الرسمي فاكيد هتدوس عليك. والمشكله مش هتكون هتفتكركم ولا لا. انا اللي بكرهه النوبلاء اللي زيكم بيفكروا دايما في انهم يجروا ورا البنات وما تعرفوش ازاي تشتغلوا بجد ولا حتى تتدربوا. فبيرد بياو بيقول له انت قصدك ايه بنوع النوبلاء اللي زينا اللي بيفكروا دايما يجروا ورا البنات؟ انت كده بتفتري علينا. انا دايما كنت بتدرب وبالعافيه بقضي نص اليوم بس بفكر في البنات. فبيصدم زيو بيقول انت بتقول ايه؟ هو ايه الناس اللي اتحشرت وسطهم دول؟ وبيبداوا يشدوا في بعض. فبيضحك نيلي بس زي بيقول له اللي بيضحك ما تركز على تدريبك بدل ده. فبيرد نيلي وبيقول له ما تقلقش انا عارف ده واكيد هحقق اللي انا عايزه. فبيرد زيو بيقول له ماشي مهما كان انت عايزه احنا معاك فيه. فبيكمل نيلي وبيقول زيو بياو انا هخليكم اقوى روحانيين شيطانيين. بس بياو بيقول له خلينا ننسى ده، انا كل اللي عندي قوه نطاق روح بحر احمر بس، ومع الاكسير اللي عيلتي بتدعمني بيه فهبقى مقاتل من غير مشاكل. بس ان اكون روحاني شيطاني فده موضوع صعب جدا. اما الزيفا بنلاقيه بيقول ايه الفايده انك تكون مقاتل؟ كل ما طلعت اعلى التدريب هيبقى اصعب. والمقاتل والروحاني الشيطاني من نفس التصنيف مش بنفس القوه في المعركه. المقاتل الاسطوري مش بنفس قوه روحاني شيطاني بمستوى ذهب اسود، فانت لازم تعرف ان روحاني الشيطاني اقوى. ولكن بياو بيقول له انا مش محتاج اكون مقاتل اسطوري، انا اكون راضي جدا بمقاتل ذهب اسود. فبيصدم زي بس بنلاقي ليه بيقول لي بياو ايه يعني لما يكون عندك نطاق روح بحر احمر؟ انا برضه عندي نطاق روح بحر احمر. فبيقاطع زي وبيقول له هو انت ممكن يكون عندك طريقه عشان تلاقي بقى قوه الروح عشان ترفع مستوى روحانيتك الشيطانيه؟ فبيرد نيلي وبيقول له اسمعوني كويس، طالما مش هتستسلموا فانتوا تقدروا تبقوا روحانيين شيطانيين. فبيقول له زي استسلم مش هعمل ده ابدا. اما بياو فبيقول طب هو ده هيكون صعب، بس لو بقيت روحاني شيطاني وقتها ابويا مش هيضربني
بس زي بيتعصب وبيقول له عايز تبقى روحاني شيطاني وتخاف من الصعوبه؟ ازاي هتكون روحاني شيطاني بدون شقه؟ بس نيلي بيقول لبياو هو مش هيكون صعب قوي، انت بس هتحتاج فلوس كتير. فبيرد بياو بيقول له انا ممكن اديك كل اللي معايا لو بقيت روحاني شيطاني، ولو الموضوع فلوس فالموضوع هيكون سهل ما تقلقش، انا هحوش 2000 عمله روحانيه شيطانيه، ده مصروفي لمده سنه كامله. فبنلاقي نيلي بيقول له وهتعمل ايه ب 2000 عمله روحانيه شيطانيه بس؟ اكيد مش هيكونوا كفايه، احنا تقريبا محتاجين حوالي مليون عمله روحانيه شيطانيه. فبيتصدم زي او يمكن حتى 10 مليون عمله روحانيه شيطانيه. طبعا زي كمان بيصدم. المهم بقى بنعرف ان نيلي بينتمي لعيله العلامه السماويه، والسيد هو روحاني شيطاني ذهبي بنجمه واحده، والدخل السنوي للعيله حوالي 600 الف عمله روحانيه شيطانيه، ولكن مصاريف العيله عاليه جدا. مثلا مصاريف مدرسه اطفال العيله بس بتصرف حوالي 300 الف عمله روحانيه شيطانيه، ومع المصاريف الثانيه ده بيخلي العيله تكافح بصعوبه، وما عندهمش اي اختيار تاني غير ان هم يشتروا شويه من اعمال العيله عشان يدعموا نفسهم. ولكن عيله العلامه السماويه لسه بتخلي كل اطفالها يروحوا المعهد الاوركيد، ولكن ده بس للاعضاء البارزين في العيله عشان دول هيخليهم يرتقوا. وبعد اليوم الدراسي نيلي بيكون ماشي وبيعدي من السوق، وطبعا بيكون فيه كل اللي نفسك فيه، كريستالات شيطانيه ولا حتى درع، وطبعا الطلاب بيكونوا مبهورين بيه، وبنعرف انه بتصنيف برونزي ومدموج بيه نمط العاصفه الثلجيه، وسعره 60,000 عمله روحانيه شيطانيه. وطبعا مش محتاج اقول ان ده غالي، وده كان راي واحد من الطلاب. فبيقول البياع ده درع بتصنيف برونزي وكمان جواه نمط العاصفه الثلجيه، ونمط العاصفه الثلجيه ده مستخلص من مشؤومه العاصفه الثلجيه، ودي كانت صعبه جدا لما قتلتها، ولكن مش سهله ان حد يصاد مشؤومه العاصفه الثلجيه لان شخصيتها بيتخلي عندها قدرات هجوميه قويه، وده بلا شك درع مناسب لمقاتل او روحاني شيطاني من نوع العاصفه الثلجيه. فبنلاقي بيوم من ورا بيقول درع من التصنيف البرونزي وب 60,000 عمله شيطانيه، اما لو كان بالتصنيف الفضه والذهبي كان يبقى عامل ازاي؟ انا مصروفي الشهري 500 عمله روحانيه شيطانيه، خلينا ننسى الكلام ده. وبعدها بيكملوا ماشيه، ونيلي بيكون عمال يبص على كل حاجه. فبيقول له بياو بقول لك يا نيلي انت بتدور على ايه؟ ولكنه فجاه بيلاحظ يوي، وبالليل بعدها بيقول بص يون هناك، وطبعا نيلي بيستجيب وبيبص عليها اصلها مراته. المهم يوي بيكون عند الفرشه اللي فيها الدرع، وبنلاقيه بيقول كويس قوي انا ناقصني درع من التصنيف البرونزي، اديني الدرع ده. فبيبص للتاجر وبيلفه له، وبيستخدم يوي الخاتم بتاعه وبيطلع الفلوس وبيقول له دي 60,000 عمله روح شيطانيه. فبيستغرب يوزيه، ولكن بنلاقي زي بيقول ده خاتم فضائي حجمه صغير، ولكن حجم الفضاء اللي جواه كبير جدا، ده حتى مع دي كمان ده لما جاب الدرع البرونزي ما بصش عليه وحطه جواه على طول. اما بيوفى بيصح وبيقول يا مستهتر بترمي 60,000 عمله روحيه شيطانيه بسهوله كده؟ ده حتى كان معاه خاتم فضائي. فبيقول بيقول نيلي هو غني وامور هات نفسه بايه؟ احسن لك تستسلم. بس نيلي بيضحك وبيقول يوم مش هتقع في الكلام الفارغ ده، لان نيلي عارف ان اكتر حاجه يون عايزاها دلوقتي هي الصداقه، لان في حياتها اللي فاتت يون كانت عايزه تبقى صاحبه تير، ولكن هويتهم فرقتهم عن بعض وهي فعلا كانت بتقرب منها. فبنلاقي بياو بيقول ماشي شكل يوم مش بتهتم بالفلوس، ولكن المهم بنلاقي نيلي بيقول انا همشي عشان ابدا خطتي. وبعد ما يمشي بيقول بياو اشتري كوسه 500 سهم، الكوس ثمنه 600 عمله روحيه شيطانيه، والسهم ثمنه 30 عمله روحانيه شيطانيه لكل واحد. اوعى يضحكوا عليك، هنتقابل في منطقه التدريب المدرسيه. بس بياو بيقول له نيلي هو انت جبتهم قبل كده؟ اصل شكلك عارف حقهم بالظبط. فبيقول نيلي لنفسه كان المفروض اشتريهم انا بما انها خطتي، ولكن مصروف الشهري 50 عمله بس، فانا مفلس معلش بقى زي تعال نروح نشتري قشه البركه السوداء. فبيقول له ماشي، وراح نيلي الفرشه وجا من هناك ادم والزيبه منخفضه، وهم ماشيين بنلاقي نيلي بيقول اكيد هي موجوده في التل الصغير ده، لقيتها عشب سويسيا. فبيقول له زي عشبه البركه السوداء وادم والزيبه وعشبه سويسيا انت عايز تعمل ايه؟ فبيضحك نيلي وبيقول له عشبه البركه السوداء عندها تاثير شلل معين بس كفاءته منخفضه جدا، وهو في الاغلب بيتحط على الجروح عشان يخفف الم بس شويه. وبالنسبه لعشبه زيوسيا فده حشيش مشهور ومحدش لسه اكتشف فايدته، بس لو استخدمته مع ادم وديبه. وعشبه البركه السوداء فده هيقوي تاثير شلل عشبه البركه السوداء. فبينبهر زي وبيقول هو ايه مدى تاثير الشلل؟ فبيرد نيلي وبيقول له تاثيره مش كبير على الوحوش الشيطانيه عاديه، ولكنه هيكون اصعب مع اعداد الشلل المنخفض. بس تعرف ان الاغنام اللي بيقرون مش بتاكل عشب زويزي ابدا. فبيقول له زي الاغنام اللي بيقرون. بس نيلي بيقول له يلا بينا، بس زي بيكون مبهور وبنلاقيه بيقول يا نيلي انت كيميائي صح؟ وبنعرف ان في حياته اللي فاتت نيلي كان عنده معرفه خفيفه فيها، ولكن مستوى كيميائيين المدينه المجيده منخفض جدا، وكمان حتى ما يعتبروش كيميائيين حقيقيين حتى، ونيلي بيستهين بيهم لان نيلي لما كان بيلف حوالين القاره في مغامراته دخل الغابه المسمومه، واللي عاشوا في الغابه المسمومه نجوا من هجمات كتير من الوحوش الشيطانيه المسمومه، وفهم وقتها مين هم الكيميائيين اللي بجد. وبعدها بنلاقي نيلي بيقول بالمقارنه بالكيميائيين اللي في المدينه المجيده فانا ممكن اعتبر نفسي كيميائي، بيتهيألي كده. فبينبهر زي، ولكن عامه على المغربيه كده بنلاقي نيلي بيركب تركيباته وهو بيقول جه الوقت عشان نروح لمنطقه التدريب، زمان بيبقوا مستنينا. وبعدها بنروح لمكان بيكون بابه شكله كده، وزي بيكون مبهور بيقول ايه الباب الضخم ده؟ هو اللي عمل منطقه التدريب دي الزعيم ومدير مدرسه الروحاني الشيطاني الذهبي الاسود. فبيرد نيلي وبيقول
بيقول له منطقه التدريب، انا جيت هنا كم مره. ومن وراه بنسمع صوت خطوات، فبيبص زيو بيقول بياو انت ليه متاخر كده؟ ولكنه بيتصدم عشان بياو جاب طقم كامل ومستعد لضرب النار. فبيزعلوا نيلي وبيقول له انا قلت لك تجيب القوس والسهام ودول هيكونوا كفايه. فبيرد بياو بيقول له ايه انا اخيرا قدرت اجيب درع المعركه ده. بس نيلي بيكمل وبيقول المكان ده منطقه صيد مخصصه بس للمستوى اقل من التصنيف الفضي، وكل سنه خبراء من المدينه المجيده بيمسكوا شويه من الوحوش الشيطانيه اللي من المستوى المنخفض وبيحطوهم في منطقه التدريب، والطلاب يقدروا يصطادوا الوحوش الشيطانيه اللي جوه عشان ياخدوا الفرو والكريستالات الشيطانيه ومواد تانيه من الوحوش ويقدروا يعملوا اللي هم عاوزينه. وبقوتنا دلوقتي هنصطاد اغنام اللي بقرون في منطقه التدريب، والاغنام اللي بقرون هي وحوش نباتيه، ولكن برضو لازم تخلوا بالكم الاول خلونا نروح لمنطقه الحراسه عشان ناكد هويتنا، وبعدها نقدر ندخل وجوه منطقه التدريب بنشوف الغنم اللي بقرنين وبيكون شكله غريب وبيلاحظ بياو، وبنعرف ان الاغنام دي تعتبر من وحوش منخفضه المستوى النباتيه ومش بيهجموا على البشر من نفسهم، ولكن طبيعتهم تعتبر عدوانيه جدا وعندهم شعور قوي في حمايه منطقتهم وهيهجموا بدون رحمه لو عرفوا ان في حد دخل منطقتهم. وطبعا بيلاقي غنم ذو قرنين بيجي ورا بياو، فبيصح بياو بيقول نيلي استخدمني كطعم، الواد ده خنزير، الغنم ده بيخوف جدا اضربوا عليه. فبينيني اللي بيقول الشيء ده هو مش اتفق انه يقف هناك من غير ما يتحرك، لو ما كانش اتحرك كان زمان الغنم ذو القرنين واقف فخنا ورجله كانت هتتكسر وكنا وقتها هنضرب عليه في رجله. وفي نفس الثانيه بنلاقي زي بيضرب سهم على الغنم ده، ولكن الغنم بيقدر يتفاداها، فبيتعصب زي وبيرمسهم اكتر، ولكن بيهرب وهو بيصيح وبيقول ايه ما جاتش فيه، هو انتوا بتغلطوا غلطات زي دي؟ انا صحيت الناس غلط. ولكنه بيبص وراه وهو بيلاقي خروف حواليه هاله شيطانيه، فبيصيح بيه وبيقول شكل الخروف متضايق، انا ما عنديش وقت. اما زيفا بيقول انا ما عنديش وقت عشان احط اسهم، هنعمل ايه يا نيلي؟ اما نيلي فبيكون مجهز السهمه، هو بيكون بيجري من الخروف واللي بيكون قرب ينطحه، فبيضرب نيلي السهمه وبينشل على ظهر الخروف، وفعلا الخروف بيقع، فبياخد بيو نفسه وبيبص على الخروف واللي بيلاقيه مات في ثواني، فبيكون بيو مستغرب. اما زيفا بيقرب منه وبيقول له ما كنتش متخيل ان المخدر ده شغال بجد. فبيستغرب بيو وبيقول له ايه مخدر ايه؟ الخروف اللي بيقرون ده يقدر يصطاد مقاتلين من المستوى برونز بنجمه واحده على الاقل. بس نيلي بيرد وبيقول له المخدر ده معمول مخصوص للخروف واسمه مخدر الشلل. فبيسحب بيو وبيقول له انت ما تعرفش يا نيلي قد ايه الموضوع خطير انك تكون الطعم، كويس انك ضربته والا كان زمانه نطحني. فبيرد نيلي وبيقول له وانت لو ما كنتش شربت كان زمان الخروف واقف فخ. اما زيفا بيلاقيه بيقول بس ضربتك يا نيلي كانت مظبوطه جدا، انت قدرت تصطاد خروف بيجري والشخص العادي بيتدرب 10 سنين ومش يقدر حتى يوصل لمهاره زي دي في الرمايه. فبيقول نيلي لنفسه شكلي كده بينت كتير من قوتي، اصل في اخر برضه انا عندي 13 سنه. وبيلاقيه بيضحك وبيقول يلا بسرعه ونضفوه، احنا مش عايزين اي حاجه غير القرون وفرو رقبته والكريستاله الشيطانيه والروح الشيطانيه. فبيمسك زي قرون وبنلاقيه بيقول نقدر نبيع قرونه ب5 عملات روحيه شيطانيه، والفرو ممكن نبيعه ب3 عملات، اما بالنسبه للكريستاله الشيطانيه فممكن نبيعها ب5، وكمان احنا نقدر نقتل الخروف في 5 دقائق لو حسبناها. هو احنا مش ممكن نقدر نكسب من صيد الخرفان الاف العملات الروحيه الشيطانيه في يوم واحد؟ بالشكل ده هقدر ادفع مصاريف المدرسه بنفسي، وكمان اقدر ادفع الدين اللي عليا بسبب دخول المدرسه. اما نيلي فبيقول لي بياو المفروض ننجز شويه عشان احنا مش هنرتاح بالليل. فبيصدم بياو، فبيكمل نيلي وبيقول احنا لسه ما وصلناش للتصنيف البرونز بنجمه، ولكننا قويه جدا، والتطبيق النهارده هيكون ده احسن شيء بالنسبه لنا، ولحد الليل ما بيليل بيكونوا لسه بيصطادوا خرفان. اما بياو فراح يبيع غنايم، وبعدها بنرجع لنيلي وبيكونوا لسه مكملين صيد في خرفان، ولكن فجاه نيلي بيلاحظ شروق الشمس، فبنلاقيه بيقول خلاص يا جدعان يلا نمشي. فبنلاقيه بياو بيقول احنا الثلاثه صطادنا حوالي 120 خروف وبعناهم ب 1200 عمله روحيه شيطانيه، ولما نقسمهم بالتساوي فكل واحد هياخد 400 عمله. المهم وفي خلال 7 ايام قضوا النهار في الدروس والليل في منطقه التدريب عشان يصطادوا خرفان، وطبعا الصبح انهم بيكونوا فاصلين شحن. ولكن بيلاقي حد من الطلاب بيقول لحد تاني زميله على موضوع ان الخرفان قلت جدا الفتره الاخيره وكان شاكك انهم كانوا بيصطادوهم، فبيقول له التاني انه سمع ان المدرسه بعتت معلمين عشان يحققوا في الموضوع ولكنهم ما وصلوش لاي نتيجه. اما في الليله الثامنه وبالتحديد في منطقه التدريب بنلاقي نيلي بيقول احنا عملنا 16000 عمله روحيه شيطانيه ودي كميه كبيره ونقدر نعمل حاجات كتير بالفلوس دي. اما بيوفى من وراه بيقول انا هموت من التعب يا نيلي، احنا كنا شغالين ل7 ايام وبصراحه عايز انام شويه. ويزي كمان بيخش في الكلام وبيتوب وبيقول وانا كمان عايز انام شويه. فبيقولوا لي ليه ناموا انتوا الاول وهنوقف صيد بكره بالليل عشان عندي خطط تانية. فبيطلع بياو على شجره وبيمدد وبيقول اخيرا هقدر انام، وبيخش في النوم على طول. اما نيلي فبيكون بيتنطط بين الاشجار وبيقول لنفسه انا هكتشف محيط المنطقه، مين يعرف مش يمكن يكون في حاجه احسن، في حركه هناك. هو بشري مين اللي لسه موجود في منطقه التدريب لحد دلوقتي؟ هبص بصه مكان فاضي، الضوء الازرق السماوي ده دي قوه
قوه روح، والنور ده هيقدر يوصل للتصنيف البرونزي قريب. ولما بيركز اكتر بيلاقي نهاير. بعدها بنرجع للماضي، ايام حياه نيلي الاولى، وبياو كان جنبه بيقول له بقول لك يا نيلي سمعت اللي حصل؟ رجع سير للمدرسه تاني واتحطت في الصف البرونزي. فبيرد نيلي وبيقول له يير اللي كانت معانا في صفنا دي سابت المدرسه بعد ما وصلت للتصنيف البرونزي بنجمه علشان اتصابت بمرض خطير، وعرفت ان كانت تعبانه سنتين، وكمان سمعت ان الالم هيفضل مكمل معاها كمان، وما كنتش متوقع انها تيجي تتدرب تاني، بس مش يمكن ده قدر، اصلا في الاخر واحده من التوامتين في الدفعه بتاعتنا. فبيرد بياو بيقول له بلاش يا احلام دي يا اسطى، هي مخطوبه دلوقتي من يوي اللي من عيله اسطوريه، وعيله يير عيله التنين المجنح كانوا عايزين يقربوا للعيله الاسطوريه. اما نيلي فبيكون لسه واقف عند يوي وبيكون متضايق وبيسال هو ليه معاها. فبيرد بياو بيقول له هو انت مش كنت في نفس الصف ده، انت حتى لازق فيا. فبيتعصب نيلي وبيقول له المفروض تركز تبقى اقوى بدل ما تخنزر. وبعدين يوي بقى في الصف الفضي وبنرجع للحاضر، وبنلاقي نيلي بيقول لنفسه بتتدرب لحد دلوقتي دي مجتهده بجد، وده برضه معناه ان مرضها قرب ينتشر، وبما اني عارف ده من حياتي اللي فاتت فما اقدرش اطنش الموضوع كده، لو فضلت تتدرب ده هيهدد حياتها. وبيقف وبيقرب منها، ويير بتحس بيه وبتلف وشها وبتقول مين هنا، ولكنها بتاخد بالها من نيلي فبتنزل الخنجر بتاعها، ونيلي بيقول لها استني خلينا نتكلم بهدوء، حطي خنجرك على جنب الاول. فبتقول يير انت نيلي اللي في صفي صح؟ تعمل ايه هنا؟ فبيرد نيلي وبيقول لها انت طب بتعملي ايه هنا؟ فبتقول يير انا بدرب قوه روحي. نيلي بيقول لها ماشي انا بس كنت بتمشى. بس يير بتقطعه وبتقول له بلاش هبل، هو انت فاكر اني مش عارفه انكم كنتوا بتصطادوا خرفان في الايام اللي فاتت؟ فبيقول لها نيلي بقى كده يعني انت كنت عارفه، وبيقوم قايل لنفسه اما اللي بتسالي. بس يير بتقطع حبل افكاره وبتقول له كمل في التدريب. فبيقول لها نيلي تمام همشي. فبتتعصب يير وبتقول له على فكره مش كويس انك تبحلق في حد كده، مش هتمشي ولا ايه؟ وبتلف وشها وبتقف على صوابع رجليها، وبيكون باين كده عليها ان مرضها بدا ينتشر. فبيقول لها نيلي هو انت مش بتحس بالليل وكأن رجلك بتتحرق من النار؟ فبتصدم يير وبتقول له انت عرفت ازاي؟ فبيكمل نيلي وبيقول اكيد عرفت، جسمك هيكون بارد جدا وهتحس ان رجلك بتحرق بالنار، في كل يوم بالليل بتحسي بألم شديد، وكمان حتى مش هتقدري تدربي قوه روحك مش صح؟ فبتسكت يير، ولكن نيلي بيكمل وبيقول لو انا صح فده مرض القطبي، وسبب التدريب الطويل بالليل في بعض الاوقات ده بيدخل الكشعريره جسمك، ده غير انك عندك بنيه جسديه بارده، ولما توصلي مستوى برونزي الحالات الخفيفه دي هتزيد وهتقعدك في السرير وهتنهاري وهتكوني في اسوء احوالك، الموت عن طريق الانفجار، باين في كدمات في مناطق معينه في جسمك، واكيد الكدمات دي بتوجعك، ولكن الموضوع مش هيختلف عادي، لا دي كمان هتنتشر في جسمك كله كل ما قوتك تزيد. فبتتعصب يير وبتقول لاني ما كنتش عايز اتجوز حد زي فيه علشان اتحكم في حياتي، اتدربت بجد من غير ما اقف عشان ابقى اقوى، واخيرا قربت اوصل لمستوى برونزي، وانت جاي تقول لي ان قوتي هتنهار وهموت من فجره؟ فبيسكت نيلي. بس يير بتكمل وبتقول بما انك عارف المرض ده يا نيلي فانت اكيد عارف ازاي تعالجه صح؟ ممكن تساعدني؟ فبيسكت نيلي وبيرد وبيقول لها المرض القطبي هو مرض ممكن يتعالج وتقدري تدور عنه في مكتبه معهد اوركيد، واسم المرض القطبي. فبتقول له يير بجد؟ طب عالجه ازاي؟ فبيكمل نيلي وبيقول باسلوب داون انت المفروض تدلكي مكان الكدمات وتشربي يوميا دواء خليط من عشب الذهب المقلم وعشب السماء الامبراطوري، وفي حالتك دي هتتعافي في اقل من شهر. بس يير بتكون مستغربه من اسلوب داون ده وشكلها كده اول مره تسمع عنه. فبيرد نيلي وبيقول لها الاهم ما ينفعش تضربي قوه روحك ابدا بالليل في المستقبل. فمش بتعرف يير ترد، فبيمد لها نيلي ايده وبيقول لها اديني تقنيه النمو بتاعتك عشان اشوفها. وطبعا يير بتكون مستغربه لانها لسه شاكه ان نيلي ممكن يكون بيضحك عليها، ولكنها بتقرر تخرج التقنيه وبتديها له. فبيمسكها نيلي ولما يبص فيها بيستغرب وبيقول عيله نبيله وضخمه وقويه من اصول مباشره بيتدربوا على تقنيات النمو المتدنيه دي، مش مستغرب ان المدينه مجيه اتدمرت. فبتستغرب يير وبتقول له انت قلت ايه؟ فبيرد نيلي وبيقول لها لا ولا حاجه، تقنيه النمو دي منخفضه جدا وهتسبب ضرر شديد للي بيتدرب عليها، واحتمال ان السبب في مرضك هي تقنيه النمو دي، انت بس غير الجزء بتاع الذهن النفسي للذهن السماوي. اما يرفع بتكون مصدومه وبتقول لنفسها ده عم يتكلم تقنيه النمو دي بتورثها عائلتنا، وبيلاقيها بتقول له دي تقنيه من المستوى السادس لمجموعه تقنيات النمو لعيلتي ازاي تتجرأ وتغيرها على مزاجك. بس نيلي بيكمل كلامه وبعدها بنلاقيه بيقول بس وبالطريقه دي الموضوع هتبقى احسن، ايه التعبير على وشك ده؟ هو انت كنت سامعه انا قلت ايه؟ فبتصدم يير وبتقول له ثانيه نيلي معلش ممكن تعيدي اللي انت قلته؟ فبتصدم نيلي وبيقول لها شكلك ما سمعتيش اي حاجه، ماشي هعيد اللي قلته تاني، فيا ريت تسمعي كويس المره دي، انت غير الاسم ده من قلب عين الروح لروح قلب اسطوري. اما يير بتكون مش مستوعبه ومش فاهمه ولا كلمه من اللي بيقولها، وبتقول لنفسها بس من وجهه نظر الفعليه فالتعديلات لتفعيل قوه الروح بتاعته منطقيه اكتر بالمقارنه باللي اتعلمته بخصوص القوه الروحيه، فالتعديلات دي معقده جدا. اما نيلي
وبيكون بيكمل شرح، واير بتكمل مع نفسها وبتقول هو في نفس سني، ولكن الفرق اللي بيننا كبير جدا. نيلي اكيد هيقدر يبقى روحاني شيطاني اسطوري، واكيد اجمل بنت هي يون. بس نيلي بيقطعها وبيقول لها الو انا خلصت، بتفكري في ايه؟ اوعي تقولي انك ما سمعتيش اللي قلته تاني. فبيلاقيها بتقول له لا خالص ما فكرتش في اي حاجه. بس هو انت تعرف التقنيه الارشاديه؟ فبيرد وبيقول لها اعرفها، بس التقنيه الارشاديه بتحتاج تدليك مناطق الكدمات للمريض، فمعلش اعذريني ما ينفعش، احنا على قناه محترمه. فبتتكسف وبتقول له انت بتساعدني بس عشان تعالج مرضي مش صح؟ اصل مش عايز اتصاب بشلل. فبيقول لها نيلي ماشي خدي اللفاف الاول، وفي الايام الجايه استخدمي التقنيه الارشاديه للعلاج مره كل 3 ايام، وهتبقي زي الفل، ولازم تمشي على ارشاداتي لما ترجعي وتاخدي شويه من الاعشاب الطبيه، وانا متاكد انك هتخفي بسرعه. ماشي فين الكدمات دي؟ فبتشاور على رجلها وبتقول في واحده هناك. فبيقعد نيلي على رجله وبيقول كويس ان هي عند رجلي من فوق، وكده علاجها هيكون اسهل، وبيفعل على اصبعه علشان يبدا العلاج، وبيقول لها في نفس الوقت ما تفهمنيش غلط، انا بس عايز اساعدك في العلاج، انا كده كده بحب يون واتبسطت اني شفتك ويا ريت نبقى اصحاب. وبيفضل يشعر رجليها، ولكن هي بدات تحس ان الالم بدا يخف، وبنعرف ان الكدمات دي ظهرت من 6 و7 شهور، والالم كان صعب جدا. وفي نفس الوقت نيلي بيكون خلص وبيقول لها خلصت، في الايام الجايه ممكن يجيلك وجع بسيط فما تنسيش ترتاحي، ومش هيكون فيها مشاكل تانية. وبيقول نيلي لنفسه وبيعالجها، ولكن للاسف الظاهر بيكون لسه في تاني. فبنلاقي نيلي بيقول لنفسه حتى لو كانت هي قويه فهي مش هتعرف تتفادى الشعور بالوحده والعجزه بسبب قسوه عيلتها وعذاب مرضها. وبعدها بنلاقيه بيقول لها خلصت، فبتشكر اير، وبيكمل نيلي وبيقول ارتاح في ايام جايه علشان يقل الوجع اكتر، وممكن اعملك تدليك مره كل 3 ايام، وهنتخلص من جذور المشكله بسرعه بعد كام يوم، بس ما تتدربيش على مهاره الروح الشيطانيه بالليل قبل ما توصلي لمستوى برونز الاخضر، ولو ما قدرتيش تكيفي على امتصاص كميه كبيره من جوهر ضوء قمر فده هيسبب لك مشاكل خطيره. عامه همشي دلوقتي، بس بلاير بتقول له شكرا ليك يا نيلي، لو ما كنتش عملت كده ما اعرفش كان اللي ممكن يحصل، لو كنت كملت في التدريب نيلي انت ساعدتني، ولو كنت محتاج مساعدتي في المستقبل فانا هساعدك على طول. فبيرد نيلي وبيقول لها تمام وانا هدور عليك لو احتجتك، وبيتحرك على طول. فبتبتسم ير وما بتكونش فاهمه نيلي قوي، وبعدها بتمشي. المهم تاني يوم في معهد اوركيد بنلاقي بياو بيقول النهارده عندنا درس معلمه زيه جه وقت العقاب ونقف ورا تاني. انا ضاعت، انا ما اتعلمتش اي حاجه، دي في كل درس بتتكلم عن المواضيع اللي بتحصل بين النبلاء. بس دي بيكمل وبيقول خلينا بس نستنى لحد ما الاختبار يجي بعد شهرين ونيلي هيوصل للتصنيف البرونز الاخضر بنجمه، وهنقدر نهرب من دروسها للابد. ده خلينا نقدر نجمع 16000 عمله في كام يوم، انا هثق فيه وهعمل زي ما هو عايز. اما يويفا بيكون بيضحك وبيقول لنفسه ايه الهبل ده، يترقى لتصنيف البرونز الاخضر بنجمه في شهرين، فوقتها تكون قامت القيامه. المهم عندي نيلي وزمايله بيكونوا بيتخنزقوا على بعض، والطلاب كلهم بيكونوا هايصين، بس ير بينليها بتقوم وبتتحرك في اتجاه نيلي، والكل بياخدوا بالهم، ده حتى يون، وبينليها بتقول لنفسها هو نيلي ضايقها ولا ايه؟ المفروض اللي زيه يتربوا، والكل بيكونوا قلقانين، ده حتى بياو وزي بيقرروا ان هم ينسحبوا انسحاب تكتيكي لحد ما يشوفوا ير عايزه ايه، اصل معروف عنها ان هي غشيمه. فبنلاقي نيلي بيقول لها ايه ير طمنين عليك عامله ايه، ولكن ميليا بتحط قدامه صندوق وبتقول له ده فطار عملته لك. فبيكون الطلاب كلهم مصدومين، بس ير بتكمل وبتقول انا ما اعرفش انت بتحب انهي نوع من الاكل فانا عملت لك كام نوع. وطبعا مش محتاج اقول ان الطلاب كلهم بيكونوا مصدومين، فبيستغرب بياو ومش لوحده الطلاب كلهم، وبيكون ده الحدث النهارده. ير متشائمه جابت فطار لنيلي، ده حد بيكون مصدوم، وبنلاقيه بيقول لنفسه هو اللي حصل ليه مهتمه بحد زباله زي نيلي وكمان تقرب منه، ايه المفروض هي مخطوبه لاخوها الكبير. اما يونفا بتكون مستغربه وبتقول غريبه هي ليه بتقرب من حد ما يقدرش يعمل حاجه. المهم بلاير بتقعد جنب نيلي، ونيلي بيفتح الصندوق وبيشوف الاكل تقريبا دي طعميه، وبلاير بتقول بياوزي خلونا ناكل مع بعض، فبيتاثر بياو عشان عارفاه وبيخش على طول ياكل من غير ما يسمي. وبعد ما تمشي بنلاقيه بيقول لنيلي يا شا انت امتى وقعت ير خليك صريح معايا. فبيرد نيلي وبيقول له على فكره احنا اصحاب بجد، بس زي بيخش على السلام وبيقول له طب قول لي هم الصحاب برضه بيجيبوا فطار لبعض؟ فبيقولوا نيلي مش يمكن تكون عايزه انا اساعدها في حاجه، كفايه عبط الدرس بدا خلينا نقف ورا عشان عقاب. وبيبص وراه وبتكون زيو جت وشكل كده مزاجها عالي جدا النهارده، وبنلاقيها بتقول ارجعوا على مكانكم، وبتقول لنفسها احنا عندنا مراقبين مهمين جدا النهارده، والمهمين دول بيكونوا قاعدين ورا الطلاب. المهم بتبدا زيو شرح وبتقول النهارده هنتكلم عن نقوش، مش مهم لو كنت مقاتل او روحاني شيطاني، لان النقوش هي شيء مهم جدا. النقوش بتتقسم لقسمين وهم نقش اداه ونقش معركه. ونقش اداه بيتحط على الدروع عشان الجنود، وهتقوي الدروع جدا، هتزود من اقدام الجنود، وخصوصا مع الروحانيين الشيطانيين استخدام نقش عالي مستوى لما يتحط على الدروع والاسلحه هتخليه قادر يبين قوه خياليه. بالنسبه لنقوش المعركه فهي بتحط على اللفاف عشان تستخدمها، واستخدام القوه الروحيه لتفعيلها هيخليك تولد هجمات قطريه متفجره. النقوش حاجات حكماء اسلاف بيتعبوا يعملوها، وبدات الانتشار في عصر الامبراطور فنغ وتم اتقانه على مر الاف السنين. ولكن في العصور المظلمه الحضاره البشريه عانت من كارثه بسبب صيد الشياطين والوحوش، وحاليا المدينه المجيده هي الوحيده اللي ورثت جزء صغير من النقوش دي. والنقوش بتتصنف ل3 انواع: نقوش فنغ، ونقوش قديس النار، ونقوش حافه المعركه، والاختلاف هو طبيعتهم وهي العاصفه الثلجيه والنار والعناصر الثانيه. وهنتكلم الاول عن نقوش اداه
بس من وراهم بنلاقي واحد بنعرف ان اسمه تشينغا وانه نائب مدير معهد اوركيد، وبنلاقيه بيقول احفادي عيله اسطوريه عندهم معرفه عميقه جدا وبدون شك هي مناسبه لتعليم الاطفال دول. فبيرد عليه بروفيسور معهد اوركيد لوفي وبنلاقيه بيقول له في شويه طلاب مش وحشين زي يون او يوي ولا حتى هير. فبنلاقي تشينغا بيقول اللي جنبه انت رايك ايه، ولكنه مش بيرد. فبيستغرب لوفي وبيقول لنفسه هو مين الشخص الكبير ده طنش نائب المدير تشينغا، هو ممكن يكون شخص اهم من مدير المدرسه نفسه. المهم بتكمل زي وبتقول نبدا بنقش قديس النار. فابحاث نقش قديس النار بنعرف ان عائله اسطوريه هي الرائده في النقش ده، ومجمل نقوش قديس النار هي 66 نقش اساسي. مثلا النقش ده على سبيل المثال ده نقش الشعله حمراء متفجره حارقه، ونقش الشعله حمراء متفجره حارقه ده هو بدايه الجيل الاول للعائله الاسطوريه، وده اقوى نقش برونز اخضر ومتكون من 36 نقش اساسي، وده معقد اكتر بين النقوش الخضراء الثانيه كلها. اللي بعده هنتكلم عن النقوش، بس نيلي مش بيكون جاي مع الكلام ده، وبنلاقيه بيقول لنفسه نقوش قديس النار في اكتر من 600 نوع. في حياتي اللي فاتت انا طفت القاره واتكلمت بطلاقه ب7 لغات، وكسبت خبرات قرون وانا بتدرب باستخدام كتاب روح الشيطان الزمني، والمعرفه اللي كسبتها من قرايه التصنيفات حاجه ما تقارنش بمعرفه زيه واللي زيها. انا ما نمتش من 7 ايام اما ارتاح شويه. ومن وراه نائب مدير المدرسه بياخد باله منه، وبنلاقيه بيقول لنفسه الواد ده الجرأ انه ينام بعد ما بدا الدرس على طول ويحرج سمعه معهد اوركيد من حظه انه محترم ده ما علقش على الموضوع. اما لوفي فبنلاقيه بيقول طلاب صف المبتدئين فيهم الموهوبين والمجانين كمان، انا هبقى اعلم الواد درس بعد ما ارجع. اهلهم بيدفعوا فلوس كتير عشان يحضروا دروس معهد اوركيد مش عشان النوم، وحتى كمان زي بتاخد بالها منه. وبنلاقيها بتقول لنفسه نيلي تاني بتطنشني قدام ناس مهمين وكمان جرأة تنام في صفي، وبنلاقيها بتزعق وبتقول نيلي. فبيفوق نيلي بريالته وبيقول لها عايزه ايه، فبتتعصب زي اكتر والطلاب بيضحكوا. المهم بيتقرب زي منه اكتر عشان تسح في ودنه وبتقول له اكيد بقى انت ابو العريف بما انك بتنام في دروسي صح. فبيرد بيقول لها فبتتعصب زي اكتر وبتقول له تمام كلمنا عن النقش ده. فبيفتح عينه وبيبص وبنلاقيه بيقول ده نقش ناري من مستوى منخفض بالعافيه، يعتبر من تصنيف البرونز الاخضر، ومتكون من 38 اسلوب نقش اساسي، وقوته ضعيفه جدا ولكنه لسه يقدر يغلي شويه ميه. فبيموتوا الطلاب كلهم من الضحك، وحتى يوي بيتعصب وبيقول لنفسه هو قال نقش البرونز الاخضر اللي عيلتي بتتورثه انه بالعافيه يغلي ميه، وإير كمان بتقول لنفسها نيلي موهوب جدا بجد، هو ليه بيخفي الكلام ده وبيعمل نفسه هبل بقى. حتى لوفي كمان بيضحك. فبيقول له تشينغا الكلام ده ما يضحكش، نقش الشعله الحمراء متفجره حارقه متكون من 8 اسلوب نقش اساسي لو فهمت النقش، ولما تقول انه متكون من 6 اسلوب نقش اساسي ده برضه مش غلط. بس بعد ما توصل لمستوى معين من تعلم ابحاث النقوش هتقدر تكتشف ان نقش الشعله الحمراء متفجره حارقه في نقشين جواهم نقشين تانيين اساسيين. هو الطالب ده كان عارف الموضوع ده ولا خمنه بالصدفه؟ المهم نيلي بيكمل وبيقول اسلوب النقش ده في الاصل من نقش نار الصاعقه المقدسه المجلد السابع، ويمكن الاصل يكون نقش نار صاعقه الانفجار البركان، وده مكون من 60 اسلوب نقش، ويمكن نعتبره معقد شويه بس برضه انا مش عارف مين اللهبل اللي شال الجزء الخاص بالصاعقه وغير فيه شويه حاجات عشوائيه ونتج عنه نقش الشعله الحمراء المتفجره الحارقه دي اللي حتى ما توصفش. ده نقش فاشل حرفيا في المعركه ومناسب بس عشان يستخدموه ممارسين نقش قديس النار في تدريبه بس، فمش بيكونوا الطلاب فاهمين كلامه. بس زي بتتعصب وبتقول اي هبل في الجبل، ما فيش نقش في العالم اسمه نار الصاعقه المقدسه. بس نيلي بيرد بيقول لها هي مش المعلمه متعلمه برضو، اصل مش معنى كده ان الكتب اللي ما قريتهاش مش موجوده. ولكن بنلاقي طالب من الطلاب بيقول نقش النار الصاعقه المقدسه، انا سمعت عن الكتاب ده في المكتبه قبل كده وهو معايا دلوقتي. فبيكون زيه متضايق اكتر. بس المهم بنلاقي الطالب ده بيكمل وبيقول النسخه اهي، دي نسخه والمجلد ده اول بس هو مترجم والباقيين بلغه الامبراطور فينغزيو، انا كنت ببعد عنه لاني حتى ما قدرتش افك شفراته وكمان نسيته. فبنلاقي شخص ما اعرفش اسمه ده بيقول تشينغ ابعت حد المكتبه وجيب لنا نسخه من نقش نار الصاعقه المقدسه. فبيبعت تشينغ لوفي، والصح بالنسبه لعشاق لوفي مشكلتكم مع الكاتب انا ماليش دعوه. المهم بنلاقي الطالب ده بيكمل وبيقول خلينا بص نقش النار الصاعقه المقدسه مجلد 7 في رموز يابانيه كتير وانا ما بفهمش لغه الامبراطور فينغزيو وصعب جدا الاقيها. فبنلاقي زيو بتقول بيتهيألي انك شفت كتاب في زاويه المكتبه وما فهمتش الكتابه اللي فيه، وبعدها ادعيت على نقش الشعله الحمراء المتفجره حارقه انه جه من الكتاب ده. انت مغرور وسخيف، ازاي اسمح لك انك تفتري على اجداد العيله الاسطوريه؟ انت لو ما عرفتش النقش ده فانا هروح للجنه القديس وابلغه انك اهنت الاجداد. بس نيلي بيرد بيقول لها يا معلمه هو الكلام ده مش بدري قوي عليه، جياو روح لمجلد 7 الصفحه 30 وبص للرسم بين السته اللي موجود في الصفحه. يا معلمه نقش النار الصاعقه المقدسه اقدم بكتير جدا من الجيل الاول للعيله الاسطوريه مش صح؟ وبنلاقيه بيقول لنفسه العيله الاسطوريه هم اشخاص بيسعوا ورا الشهره وعاشوا كل الوقت ده بيدعوا انهم ورثه سيد القديس، وده بيتكلموا عن عظمه وموهبه اجدادهم وبيغشوا النقوش عشان ينجوا من بؤس المدينه المجيده. في حياتي اللي فاتت قبل دمار المدينه المجيده كل عائلات قتلت في سبيل المدينه المجيده الا العيله الاسطوريه، وعشان يحافظوا على قوه العيله استخبوا كل اعضاء العيله اقوياء في جبل اسلاف، وده تسبب في اختراق ابواب
البوابه الشرقيه بسهوله، واللي كانت تحت حراسه العيله الاسطوريه، ودخلت الوحوش وحصلت مذبحه، والناجين ما كانش قدامهم غير انهم يسيبوا مدينتهم. خونه، انا هخلي شعب المدينه مجيده يشوفوا لنا حقيقي العيله الكبيره دي. اما عند الطلاب فبيكون وصلوا الصفحه وبيشوفوا الرسمه وبيعرفوا ان نيلي كان صح، فبيتعصب يويو وبيقول لنفسه نيلي كان قاصد ان هي عيلتنا الاسطوريه، اما نيلي فكان واخد باله منه، وبيقول لنفسه بدات اتضايق، العيله دي كلها كده مش بيبصوا غير لنفسهم. بس المهم بنلاقي زيو بتقول لنيلي يمكن قائد عيله اول اقتبسوا من مكان ولا التاني، وفيها يعني. فبيرد نيلي وبيقول لها هي المعلمه ما تعرفش لوائح روحان الشيطاني؟ تحب اقولها لك؟ لوائح الروحان الشيطاني هي معيار للقانون تعاقد للروحان الشيطاني، وتوارث لاكثر من 300 سنه، وكل الروحانيين الشيطانيين بيلتزموا تقريبا باللوائح دي. واللائحه رقم 161 بتقول انك لو خدت جزء او نسخت جزء من نقش الروحاني الشيطاني تاني فلازم تقول المصدر المتاخد منه، يا اما ما تقولش ان انت اللي عملته. فبتصدم زيو، ولكن نيلي بيكمل وبيقول لو كان ده بس مجرد اقتباس عشان يتعلم نقط مهمه من نقش نار الصعقه علشان يعمل نقوش بيها فممكن يطنش، ولكن قائد الجيل الاول للعيله الاسطوريه استخدم نص النقش بس وبعدها قال ان هو اللي عمله. انا بعمل ايه بمنطقه الاجداد يا كسوفي؟ انا بجد فعلا مش قاصد، بس الا لو كان في سبب منع قائد الجيل الاول انه يعلن ده بنفسه. فبيصدموا الطلاب من بكاسه وحقاره العيله الاسطوريه، وبنعرف ان قائد الجيل الاول للعيله الاسطوريه كان روحاني شيطاني ذهبي، وكان خبير في ابحاث النقوش، وعمل نقوش كتير من النقوش الناريه، والعيله الاسطوريه كانت دايما بتتسمى انهم ورثه قديس النار. فبيتعصب يوي وبيقف وبيقول نيلي عائلتنا الاسطوريه بتمتد لاكتر من 3 قرون، وكمان واحده من اعلى 3 عائلات في المدينه المجيده، وما ينفعش يتعدى عليها حد زي جاي من عيله عاديه. نقش الشوارع الحمراء المتفجره حركه ده كانت في ملاحظات قائد الجيل الاول للعيله الاسطوريه، ولما احنا كاحفاده اكتشفنا الملاحظات دي خدناها وافتكرنا ان هو اللي عملها، وده شيء طبيعي جدا. فبيقول نيلي لنفسه ده المتوقع من العيله الاسطوريه. طبعا بقى بيكذب وبيعمل اعذار عشان يبعد المسؤوليه عنهم، ولكن شكله وحش دلوقتي. زمان لما كان خطيب يون هرب بسرعه وسابها وقت هجوم حتى توتره منين من عيله كبيره واني من عيله عاديه، بيوضح ان ده بيشكل تهديد كبير عليهم. وبنلاقي بعدها نيلي بيقول الطالب يوي مستبد جدا، كويس ان المدينه مجيده عندها قوانين صارمه، والا كنت هبقى قلقان ان عيله اسطوريه تعمل لي حاجه. هل العيله الاسطوريه كواحده من عائلات الكبيره هتضمن سلامتي؟ ولو حصل لي حاجه اخاف ان هي تكون وصمه عار تاريخيه للعيله الاسطوريه. فبيتعصب يون ويون بتموت من ضحك حتى ير، ولكن في نفس الوقت بيجي لوفي وجاب معاه نقش نار الصاعقه المقدسه. عامه يعني القصه فيها كلمه مقدسه كتير، ولكن ده مش مقدس بالنسبه لنا. القصه دي فيها عبط كتير جدا ولسه حرفيا هنشوف كتير، واللي عارفها عارف بتكلم على ايه. هنا احنا في عالم خيالي بحت في مستويات غريبه جدا، بس ما تقلقش هرخم عليكم كل شويه وافكركم. المهم بنلاقي الشخص الكبير ده بيمسك الكتاب وبيبص على النقش واللي زي رسمه، اما تشينغ فبنلاقيه بيقول لنفسه نسخ دي اكيد فضيحه كبيره للعيله الاسطوريه. اما الشخص الكبير ده فبيقول لنفسه نقش نار الصاعقه المقدسه مكتوب بلغه قديمه وانا ما اقدرش افهم غير شويه كلمات بس. هو بنلاقيه بيسال تشينغ وبيقول له هي موهبه نيلي عامله ازاي، فبينادي تشينغ على لوفي، وبنلاقي لوفي بيقول انا بصيت على سجل الطالب نيلي هو عنده قوه روح بحر احمر بس. فبيرد الكبير وبيقول للاسف معرفته كبيره ولكن موهبته قليله، والا كان هيبقى ليه مستقبل باهر. تشينغ دي منصب مسؤول عن المجموعات. فبيرد تشينغ وبيقول له حاضر، وبنلاقيه بيقول لنفسه شكل الزعيم ناوي يحمي نيلي. شعب المدينه المجيده دلوقتي شغالين على مهاراتهم الشخصيه وبيتدربوا، ومفيش ناس كتير يقدروا يتعاملوا مع ابحاث القدماء، وموهبه نيلي منخفضه جدا بس عنده معرفه كبيره. ده حتى كمان قدر يقرا نقش نار الصاعقه المقدس، وكونه مسؤول عن المجموعه هيقدر يعمل بحث على حاجات كتير من الحاجات القديمه، وفي نفس الوقت الشغل مع معهد تشينغ هيجلبوا المشاكل بتاعت عيله اسطوريه. بس زيو بتكون متعصبه وبتقول خلي بالك مش هنسى ده. اما نيلي فبيضحك ضحكه شيطانيه وبيقول لنفسه ايه الهزار ده؟ معلمه بتهدد طالب؟ انت مش محتاجه تجيلي لان انا اللي هجيلك، ما اقدرش اعادي العائله المقدسه كتير دلوقتي، انا برضو لسه ضعيف جدا. المهم بعد اليوم الدراسي بنلاقي 2 طلاب بيتكلموا، وواحد منهم بيقول سمعت اللي حصل؟ في واحد في فصل المبتدئين اكتشف ان نقش الشوارع الحمراء متفجره حارقه الخاص بالعائله المقدسه منسوخ من مكان تاني. ده حتى المعلمه كانت بتشرح النقش ده في الصف ووشها اتنفخ. فبيرد التاني وبيقول له العائله المقدسه في اشاعات بتقول ان زعيم المدينه رفض يقابل قائد العائله المقدسه لما جه عشان يزوره، ونيلي بيسمع الكلام ده وبنلاقيه بيقول لنفسه شكل تجهيزات الخطوبه اتلغت بين يوي ويون. وبعدها بنروح لنائب المدير تشينغ وبنلاقي زيو بتقول له الطالب نيلي ده مهين، ورد بوقاحه على معلمته وهو في الصف حقرت وعدد الحدود وبطلب منك انك تطرده من المدرسه. فبيقول تشينغ لنفسه بمعرفه نيلي واسعه حتى لو ما قدرش يكون روحاني شيطاني فممكن يقدر يبقى شخصيه مهمه وبارزه. وفوق ده في حد من الشخصيات المهمه اعترف بنيلي بس دي عضو من العائله المقدسه وبرضه لازم اهديها. وبنلاقيه بيقول لها خلينا افكر في الموضوع اكتر اصل في الاخر هتحصل دوشه كبيره لما يطرد طالب. فبتتعصب زيو وبتقول له يا سيد نائب المدير انت بتفكر في ايه؟ انا طلبت تطرد نيلي والا مش هقدر اكمل في تدريس الصف ده. فبيقول تشينغ لنفسه زيو ما بتعرفش تستسلم انت. وبنلاقيه بيقول لها طب في الحاله دي ليه ما خليك
يخليكيش تدرسي الصف تاني. فبتتعصب زي وبتقول لنفسها العجوز ده بيحاول يحميني ليه، وبينلاقيها بتقول له لا مالوش لزوم، اختبار قول بعد شهرين، ولو تصنيفه كان اقل من 3 طلاب في الصف فبناء على لوائح اوركيد لو ده حصل فالطالب هيطرد. بس بنلاقي شينغي بيقول لها ما فيش مشكله، فبتمشي زيو. وبنلاقي شينغي بيقول لنفسه زيو بتعتمد على انها من العيله المقدسه، وده شيء متعجرف جدا. شكل نيلي مش هيكون من اقل 3 طلاب بالنسبه لمعرفتي، وحتى لو كان من ضمن اقل 3 واتطرد من المدرسه فالزعيم هيحاول يعينه. وبننتقل للمكتبه وبنعرف ان نيلي قبل عرض معهد اوركيد علشان يتوظف ويكون مسؤول عن مجموعه المكتبه. وبصراحه ما فيش شغل كتير، ولكنه هياخد 300 عمله روحيه كراتب شهري. ولكن نائب مدير شينغا ما يعرفش ان لما يدي منصب مسؤول لمجموعه المكتبه لنيلي ده يجيب منافع كبيره لمعهد اوركيد. وبنلاقي زي بيقول له يا نيلي هو مش موضوع انك بتعادي عائله مقدسه، هيكون صعب. بس بيقول له ومين مهتم، ما تشغلش بالك بده، احنا مبسوطين. بس نيلي بيرد عليهم وبيقول انا عندي فكره في دماغي، احنا ممكن نجيب عن الصف في الكام يوم الجايين، وزيو هتكون مبسوطه بده. بس مهم نيلي مش معاه زيو بيو بس، ده كان معاه 3 تاني لو فاكرين. وبنعرف ان ال3 طلاب دول اللي قبلوا بالعقاب في مجموعه نيلي عندهم روح حمراء، وهم اشخاص متحمسين وكمان ماتوا في المعركه النهائيه للمدينه المجيده في حياه نيلي اللي فاتت، وكانوا مقربين لنيلي في حياته اللي فاتت وزي اخواته ويقدر يثق فيهم. وبنعرف ان اسمهم نانو من غو جون. المهم بعدها بنلاقي نيلي بيقول انا اشتري 6 كريستالات روح للمبتدئين وعايز اختبر طبيعتكم. فبيقعد زيو بيقول له اختبار الطبيعه، هو احنا مش عملنا ده لما بدات الدراسه؟ بس نيلي بيرد وبيقول له اختبار مختلف عن ده، كريستالات الروح الغير مستقره هي الاكثر حساسيه وكمان دقيقه جدا لما تستخدمها عشان تقيس قوه روح شخص، بس لما تستخدمها لاكتر من شخص اكتر من مره فده بيسبب في تشويش للكريستال الروحيه وهتقيس درجه وقوه الروح بس بيكون مستغرب وبيقول له وانت عايز تقيس ايه غير درجه وقوه الروح؟ فبيرد نيلي وبيقول له هيئه وصفات الروح. فبيستغرب بياو ده حتى كمان نانو وزي مش بيكونوا فاهمين. فبيلاقي نيلي بيدي زي كريستاله وهو بيقول كل واحد ياخد كريستاله روح واحده ولازم تحافظوا على الكريستاله قريبه من جسمكم علشان الكريستاله دي تقدر تستخدمها لقوه الروح اللي اقل من 500 وقوه الروح اللي اكتر من 500، ولازم تستخدموا كريستاله الروح كوسيط. فبيتوتر جون وبيقول له كريستاله الروح دي ثمنها اكتر من 1000 عمله روحيه، ازاي نقبل الاداه الغاليه دي؟ ونينغ ونان بيكونوا متفقين معاه وبيقولوا انهم مش هيقدروا يقبلوها. بس زي بيقول لهم تقدروا تعتبروها هديه من نيلي الا بقى لو مش شايفين اخوات. فبياخدها جون وبيقول تمام شكرا يا نيلي. ومينغ كمان بياخدها وبيقول له يا نيلي انت اخونا الكبير ولو احتجت اي مساعده قول لنا. فبيبتسم نيلي وبيقول لهم كل حاجه هتبقى احسن مع اخوات زيكم. فعلى الاختبار الاول واعمل زي ما عملت في بدايه المدرسه. فبنلاقي زي بيجمع الهاله بتاعته وبيظهر نور في الكريستاله. فبنلاقي زي بيقول انت بتطور بسرعه كبيره، انت دلوقتي عندك 52 نقطه في قوه الروح. وبينبهر نيلي وبيقول هي في الحقيقه من نوع نار الصاعقه، والاغرب من ده ان هيئه الروح دي هي هيئه السحب الرعديه تيانلين. مش مستغرب ان سرعه تدريب زي كانت في حياتي اللي فاتت اسرع من اخواته التانيين. هيئه السحب الرعديه تيانلين مع موهبه نوع نار الصاعقه ده مناسب لي جدا، بس للاسف تدريبه على نقش قديس النار في حياته اللي فاتت خلت حدوده توصل للنجمه الاولى من التصنيف الذهبي. ولكن بيلازي بيقول لي نيلي ايه نوع نار الصاعقه وهيئه السحب الرعديه تيانلين دول؟ فبيرد نيلي وبيقول له في 7 الوان من الوان روح البحر بتمثل شخصيه وموهبه الشخص الفريده، وهي الاحمر والبرتقاني والاصفر والاخضر والازرق السماوي والازرق والبنفسجي. وفي شويه من روح البحر سهل التدريب فيها، لكن ده مش معناه ان روح البحر الاحمر ما لهاش فايده طالما انك تقدر تلاقي التقنيه المناسبه. فحتى لو حد عنده روح حمراء يقدر يعمل قوه متفجره. واللي بيصنفوا مستويات موهبه الروح ل 3 و6 و9 في تدريب قوه الروح بجد مجانين. المحاربين الاسطوريين اللي عملوا مدينه مجيده مجموعه مجانين روح زي الصفراء بتنتمي لقسم نار الصاعقه، وهيئه روحها هي السحاب الرعديه تيانلين، وده يتناسب مع تقنيات ونقوش من نوع نار الصاعقه. واكتر وحش شيطاني مناسب ليه هو الوحش الشيطاني تيانلين. ولو خلصت الشروط دي فانجازاتك هتكون مذهله، ولكن لو اتدربت على نقوش تانيه فسرعتك هتقل. بس للاسف ان تقنيات نار الصاعقه مش مكتمله في المدينه المجيده، وحتى لو كانت مسجله في التصنيفات لكنها مكتوبه كلها بلغه قديمه. بس فجاه بيفتكر نيلي وبيقول لنفسه صح نيلي بقى حد قادر يفهم نقش نار الصاعقه اللي كان موجود في المكتبه. وبنلاقيه بيقول لنيلي هو انت تعرف تقنيات نار الصاعقه المقدسه؟ نيلي انت اتكلمت عن نقوش نار الصاعقه المقدسه في الدرس؟ فبيرد نيلي وبيقول له اكيد ما تقلقش انا موجود، انا اعرف التقنيات ال 96 لنار الصاعقه وهي التقنيات قويه جدا. بس بيقول لنفسه تكنيكات نار سماء الرعد الاحمر لا، التقنيه دي عندها امكانيات كبيره جدا وسهل جدا يصاب بخطوط الطول بعد التدريب. طيب تكنيكات تيانلين اوضاع التقنيات دي تناسب البنيه الجسديه لزي، ولكن فيها تقنيات ما اتدربش عليها مخترع تكتيكات ليانتي لنفسه. مش هيكون في مشكله معاه 9 مستويات مع التركيبه بس اخر 3 مستويات. وبنلاقيه بيكمل وبيقول له هتتعلم تقنيات تيانلين على حسب علمي، فهي واحده من اقوى 3 تقنيات نار الصاعقه هعلمك التركيبه وعايزك تدرب عليها في المستقبل وهكتبها لك. وبنلاقيه بيقول لنفسه الوصول للمستوى ال9 في تكنيكات تيانلين حاجه ما تصدقش. اما عن المستويات ال3 الثانيه فده هيعتمد على مصير زي، وبيفهم زي التقنيه وبيبدا يجربها فبينبهر بيها وبتظهر هاله حوالين زي. وبنلاقيه بيقول دي تقنيه قويه جدا، انا فعلت قوه الروح لما قلت تركيبها بهدوء وقوه الروح بدات تزيد، انا حاسس بيها. فبيقولوا لي في الايام الجايه هكتب لك تفاصيل التقنيه لكل مستوى. فبيتبسط زي وبيقول لنفسه هو ده ممكن انا قدرت
اعملها، هقدر اغير مصير عيلتي واهلي لو اتدربت بس على تكنيكات تيانلين. كل ده مش هيكون مشكله. وبيتاثر وبيقول انا عمري ما هنسى انك اديتني تكنيكات تيانلين، ولو احتجتني في المستقبل وحتى لو في الموت مش هتردد لحظه علشان انا ناوي ادوق العذاب. بس نيلي بيرد وبيقول له ما تقولش كده، احنا اخوات، بعدين دي مجرد تقنيه. فبيستغرب ياو بيقول له انا شعرت من كلامكم اصل اخوات برضو مع بعض في الحلو والوحش. بس نيلي انا عندي روح بحر احمر، هل تدريب قوه روح يناسبني؟ فبيرد نيلي وبيقول له اكيد اي شخص يقدر يتدرب حتى اللي عندهم الروح الحمراء، الفرق هي التقنيه المناسبه لكل واحد. فبيتحمس بياو وبيجرب حظه، ولكن بيظهر كام نقطه حمراء، فبيكون مستغرب وبيقول انا بجد مثير للشفقه. بس نيلي بيقول لنفسه روح بحر احمر من قسم الفوضى وهيئه الشمس حمراء، وبعدها بيقول له هيئه الشمس حمراء هي الاكثر شيوعا، ولكن قسم الفوضى بيتظهر لشخص واحد من بين 10000 شخص. ليه ما تحاولش تتدرب على تقنيه روح الفوضى؟ فبيتحمس بياو بيقول له تقنيه روح الفوضى هي قويه؟ فبيرد نيلي وبيقول له اكيد هي زي تقنيه تيانلان، وفوق كل ده مش هتحتاج تتدرب كتير، كل اللي عليك تعمله هو انك تغذي جسمك بقوه الفوضى، وده هيكون مناسب ليك. لكن هتقدر توصل لاعلى مستوى ولا لا؟ فده يرجع لك. فبيرد بياو بيقول له مش محتاج اوصل على مستوى، انا اكون راضي طالما اقدر اوصل لروح شيطاني يفضي بنجمه. ولكن نيلي بيقول لنفسه انا مش عارف ايه اللي هيفكر فيه مخترع تقنيه فوضى الروح لما يسمع طموحات بياو، لان كل ما بتتراكم قوه الفوضى في الجسم سرعه التدريب بتزيد بمعدل مش طبيعي. مستحيل تفكر ومستحيل انك تفكر انك تقدر توصل للمستوى الفضي. بس مهم جون بيكون عليه الدور، وبعدها بنعرف ان نيلي ساعد كمان نانو منغا عشان يختبروا بنيتهم الجسديه ويعلمهم تقنيات مناسبه ليهم. ومعناها تقنيات ما كانتش بقوه تيان لان او تقنيه روح فوضى، ولكنها برضه كانت تقنيات عاليه ومناسبه لبنيتهم الجسديه. وبعدها بيجي دور نيلي وبيقول لنفسه هختبر قوتي، انا ضيعت مجهود كبير في حياتي اللي فاتت، والتدريب على النقاط المشتته كتير كانت نتيجته نقص في القوه. في تدريباتي بعدها لازم ابدا من اول في حياتي عشان الاقي احسن تقنيه مناسبه ليا. وبيبدا الاختبار وبنلاقي بياو بيضحك، بس بنلاقي نيلي بيبص على الجوهره وبيقول قوه الروح لسه 5، روح بحر حمراء، هيئه متبعتره وما عندهاش صفات. يعني هي دي بقى قوتي من البدايه، هي مش هيئه متماسكه وكمان ما عندهاش صفات، وتعتبر اضعف نوع روح بحر. وبعد التدريب على كل التقنيات المتنوعه بقيت فوضوي اكتر. مش مستغرب ان كان صعب جدا ان اوصل للذروه حتى بعد التدريب لكل ده على كتاب روح الشيطان الزمني. يعني عشان كده كان هو ده السبب. روح بحر بدون صفات هي قوه مش مستقره وبتغير بسهوله، فاحسن تقنيه مناسبه لروح البحر ففي 3 انواع مناسبه اللي بدون صفات، زي تكتيك السيد السماوي. من بين كل التقنيات السيد السماوي هي الشامله اكتر والاصعب في تدريبها، وتكتيكات سيد المعركه ودي طغيانيه اكتر، وكمان في تكتيكات الباطل ولكنها سريه اكتر. وبالمقارنه من ناحيه النمو فالتدريب على تقنيه السيد السماوي هي الاحسن. تكتيكات السيد السماوي مرنه زي روح البحر اللي ما عندها صفات، ولو نجحت في اتقان تكتيكات السيد السماوي واقدر اتدرب على تقنيات كل الصفات واكسب قوه خياليه واعمل طريق بنفسي. وبالتدريب على التقنيات العاديه لروح البحر فهتحتوي على صفه روحيه واحده بس وممكن تغير لو بقى عندي روح اقوى. اما بالتدريب على تكنيكات السيد السماوي فروح البحر هتقدر تحتوي على 7 صفات روحيه مختلفه، ومع كل مجموعه القوه هتزيد بشكل متفجر، والنتيجه هتبقى قوه ما تصدقش. وايه ده سرعتها هتكون بطيئه لو اتدربت على تكنيكات السيد السماوي، بس مش مهم لان ده هيودي لطريق عظيم. انا هبدا بمبادئ اساسيات التدريب واساسيات القوه والوصول للمستوى الروحاني، وبيبدا يتدرب. فبنيزي بيقول شكل نيلي بدا يتدرب، خلينا نبدا احنا كمان. وفعلا بيبداوا كلهم يتدربوا، وفضلوا يضربوا في المكتبه وقت الدراسه ويمشوا بس وقت اكل والراحه. وفي اليوم الثالث بيوقف نيلي تدريبه وبيمسك البلوره تاني وبيلاقي ان بقى عنده 30 نقطه، فبيقول لنفسه ها يا ترى بقى ازاي هتعمل لما تعرف. المهم في نفس الوقت في صف المتدربين بتكون يير بتقول لنفسها دول يابا عن الصف الكام يوم ميعاد علاج قرب، هو نيلي انساني؟ وبتبدا تفكر مع نفسها، ولكن يوم بتاخد بالها وبتقول لنفسها يير بقى لها فتره سرحانه ومش بتركز، ولكنها بتاخد بالها ان يير اتكسفت. فبتقول لنفسها هي ممكن تكون معجبه بنيلي، هو الواد ده في ايه يعني؟ بس المهم بنلاقي زي بتبص وراها وبتبص على مكان نيلي وبتقول شكلهم بيتدربوا بجد في مكان، بس هو نيلي فاكر ان لما يتدرب بجد هيرفع قوه روحه من 5 ل 100 في شهرين. للاسف انك حساله ومالوش قيمه وعندك روح بحر احمر بس، استعد عشان تطرد من المدرسه بعد شهرين، وده تمن ردك عليا. وبنلاقي بتقول للطلاب بين 7 الوان لروح البحر، فروح البحر الاحمر هو ادنى في تاريخ المدينه المجيده لاكتر من كام قرن، واشخاص قليلين اللي قدروا يوصلوا لروحين الشيطان الفضي. وروح البحر الاحمر تقدر تحتوي قوه روح بحد اقصى 600 بس، الا بقى لو حصلت معجزه وهذه الصعوبه كل ما اتقدمت. فبنلاقي واحد من الطلاب بيقول 600 بس، يعني على مستوى اقدر اوصل له هو برونز اخضر مستوى 5. فبتكمل زي وبتقول في حاجات بيكررها القدر والبشر ما يقدروش يكروا القدر، كمثال في شويه اشخاص بيتولدوا بمعلقه فضيه وفي تانيين بيتولدوا عمال رخاص. بس بنلاقيون بتقول لنفسها المدينه المجيده معرضه لتهديد الهجمات المستمره من الوحوش الشيطانيه والمعلمه زيه عماله تحرض بين العاملين والنبلاء. هي مش حاطه
حتى الموضوع بيتكمل في حسابها. اما الواد اللي زيه كلمته فبيكون متضايق وبيقول لنفسه ايه القرف ده، لو كان نيلي هنا كان قدر يدافع عننا. المهم بعد الصف بنلاقي 2 طلاب قاعدين في جنينه، وواحد منهم بيقول عشان الحقيقه مش ده غرور مبالغ فيه. فبيرد تاني وبيقول له فعلا ده حتى موهوبين روح البحر البرونز الاخضر ما يقدرش يعملوا ده، لكني بتمنى انه يكسب عشان بكره الست الرخمه دي. فبيقول له التاني وانا كمان بس فرصته ضعيفه. المهم وعلى بالليل بنروح للمكتبه وبيكون نيلي وزمايله ماشيين، وبنلاقي زي بيقول لنيلي يا نيلي وصلت قوه روحي ل 89، انا بيتهيألي ان اقدر اخترق المستوى البرونز الاخضر بنجمه في 7 ايام. فبيرد نيلي وبيقول له مش وحش، انا متاكد من انكم كلكم هتقدروا توصلوا للمستوى البرونز الاخضر بنجمه في خلال شهرين، بس احنا محتاجين اكسير ونقدر نزود سرعه تدريبنا بيه. فبيتحمس بيها وبيقول صح احنا اتطورنا بسرعه جدا ومن غير اكسير هي من سرعه تدريبنا هتكون ضخمه لو استخدمنا الاكسير. ولكن مليمين بيرد وبيقول له بس هنجيب منين الاكسير، الواحده ب 10000 عمله روحيه شيطانيه اقل. وبنليزي بيكمل وبيقول فعلا احنا عملنا 19000 عمله روحيه شيطانيه من صيد خرفان، وبعد ما اشترينا كريستالات الروح اتباع 10000 بس. نيلي بيقول لهم ماشي يلا بطلع الدور الثالث عشان تكملوا تدريب، انا عندي حاجه اعملها النهارده بالليل وهفكر في طريقه عشان نرفع ل 10000 عمله اكتر. وهو بيقول لنفسه لازم اكمل علاج جيري النهارده، لازم انجح في علاج مرضها القطبي، اصل امكانياتي مش صغيره. ولكن بنلاقي بياو بيقول له هتبقى كويس لوحدك مش محتاج مساعدتي. فبيرد نيلو بيقول له لا تسلم. فبيكمل بياو بيقول له ماشي مش عايزك بقى تتضايق لما اسبقك في التدريب واسيبك ورايا. فبيرد نيلو بيقول له ماشي ماشي احلم. فبيتعصب بياو فبيقول له زي مع طريقه تدريبك دي هتقدر تستخدم عقلك عشان تهزم نيلي، بس نيلي بيكون في عالم تاني وبيفتكر ذكرياته مع يون، وده لانه شايفها قدامه. وبنلاقيه بيقول لنفسه ايه ده ازاي هقدر اقرب من يون من غير ما اخوفها. وبيقول للرجاله روحوا انتوا بقى رجاله هروح ابص على حاجه. بس بياو ما بيكونش جاي معاك الكلام ده لان الباب في الاتجاه المعاكس، وهو بيبص عليه وهو بيستغرب لما بيلاقيه رايح ليون. وبنلاقي بياو بيقول اراهنكم ان نيلي هيتكسف في 15 دقيقة وجملة الصف هتتجاهله أكيد. بس عامة نيلي بياخد باله إنها بتقرا نقش نار الصاعقة المقدسة، أما يون فبتكون بتقول لنفسها المحتويات اللي بعد المجلد الثاني مكتوبة بلغة قديمة ومبهمة. بس حتى نيلي قادر يفتكر النقش اللي جواه، وأنا حاسة بفجوة كبيرة بيني وبينه وأنا من نفس جيله. فبيقول نيلي لنفسه من الطريقة اللي بتبص بيها لنقش نار الصاعقه المقدسه بيتهيألي ان هي عرفت الاختلاف اللي بيننا، انا عارفها كويس. وبنلاقيه بيقول لها ايه الزميله يون مهتمه بنقش نار الصاعقه المقدسه برضو؟ فبترد يون وبتقول له الكتاب ده عميق جدا، انا بصيت عليه واكتشفت اني ما اقدرش اقرا منه كتير. فبيتصدم بيها وبيقول ايه ده؟ يون كلمتني ليه وكمان اعترفت انها مش قادره تقرا نار الصاعقه المقدسه وبتتكلم بود معاه ورجع خطوه لورا. نيلي خسر الجوله يا جدعان. اما نيلي فبيرفع ايده عند الكتب وهو بيقول نقش نار الصاعقه المقدس مكتوب بلغه الامبراطور فينغيزيو، وده من زمن طويل جدا فهيكون صعب عليك انك تفهمي اللغه دي، ولكن لو درست لغه مملكه هينجين الاول وقتها الموضوع هيكون اسهل بكتير. فبتستغرب يون وبتقول له مملكه هيجين، وبتقول لنفسها ثانيه قبل عصور الظلام كان في 3 مجموعات من الوثائق الكويسه والمعلومات التفصيليه في العصور السابقه، واتسمت على اسم الامبراطوريات الاقوى، وهي حقبه الامبراطور الروح المقدس وحقبه الامبراطور فينغزيو والامبراطور المقدس مملكه هيجين. كانت مملكه كبيره موجوده في عصر حقبه الامبراطور فينغزيو. نيلي عنده معرفه كبيره اكيد هو قرا كتب كتير من المكتبه، بس نيلي بيقاطع تفكيرها وبيقول لها مش ضروري يعني تعليم اللغه عشان تقري كتاب واحد بس. تقنيه نار الصاعقه مش بيتناسب مع بني جسمك. فبتستغرب يون وبتقول له طب ايه نوع التقنيات المناسبه ليا بقى؟ فبيرد نيلي وبيقول لها قسم العاصفه الثلجيه. فبتستغرب يون وبتقول لنفسها هو عارف ازاي جيت دول اختبر قوتي باستخدام تقنيه سريه وراثيه، والتقنيه دي ما ينفعش تخرج عن عيله، وكل مره تستخدمها بتستهلك كميه كبيره من قوه الروح. ولكن نيلي بيقطع تفكيرها وبيقول لها مع نفوذ عيلتك فاكيد عيلتك اختبرت بنيتك الجسديه قبل كده، لكنك ما عملتش اختبار عشان تقيسي هيئه روح البطل بتاعتك. اصل ممكن يكون التقنيه اللي اختاروها لك مش احسن حاجه مناسبه ليكي. فبتقول يون هيئه روح البحر بتاعتي، وبتقول لنفسها انا ما سمعتش عن الكلام ده قبل كده. بس نيلي بيكمل وبيقول ايه رايك نقضي شويه وقت مع بعض وهساعدك في الاختبار عشان تعرفي طبيعه روح البحر بتاعتك. فبتستغرب يون وبتقول له اختبار، وبتكمل وبتقول لنفسها لو قصده نفس الطريقه اللي جدي استخدمها فهيكون وقتها في تلامس. وبالله بتقول له لا تسلم. فبيستغرب نيلي. اما بياو فبيكون بيحل الموقف وشايف انها اديته كارت اصفر، بس نيلي بيضحك وبيقول لها انا بيتهيألي انك قلقانه شويه، اسلوب الاختيار بسيط جدا، انا كل اللي محتاجه كريستاله روح جديده هتركزي قوه روحك في كريستاله الروح وبعدها نبص فيها. فبيلاها بتقول له ببساطه كده، وبتقول لنفسها شكلي فهمت نيلي غلط. بس نيلي بيكمل وبيقول لها وباستخدام الطريقه دي هعرف ايه هي هيئه روح البحر بتاعتك. انا هبقى هنا بكره لو عوزتي تعملي اختبار روح البحر عشان تعرفي هيئه روح البحر بتاعتك هكون هنا في نفس الوقت. فبيستغرب بياو بيقول في العادي لما عيل يكلم ملاك فبيحاول يطول في الكلام باي ثمن، بس نيلي بدا يتحرك. هو هيستخدم التكنيك الاسطوري سيب البنت تحبك حب البنت تسيبك. بس المهم بنلاقي يون بيتنادي على نيلي فبيسال نيلي عايزه ايه،
وطبعا بياو المحلل التحليلي اعلن ان نيلي دخل جون تقريبا. المهم بنلاقي يون بتكمل وبتقول انت معرفتك بالنقوش واسعه جدا، هو انا ينفع اتكلم معاك في كام حاجه؟ فبيرد نيلي وبيقول لها اكيد هقول لك كل اللي اعرفه. وبتطلع تقنيتين وبنلاقيها بتقول في لفافتين برونزيين خضراء والاثنين نقوش عاصفه الجليد، وبنعرف ان واحده من الاثنين دول ب1000 قطعه روحيه شيطانيه. بس المهم بيكمل يون وبتقول اللفافتين دول ما اقدرش افعلهم خالص، شكلي مشكله في الرسم لكني ما قدرتش اعرف المشكله فين. فبيرد نيلي وبيقول لها ايه رسم النقش ده اكيد في مشكله، بس انا متاكد ان حتى الاساتذه مش يعرفوا فين المشكله، ولكن تقدري تسال ابوك عن اجابه هو اكيد هيكون عارف. فبتتضايق يون، بس نيلي بيقول لنفسه صح يون فقدت امها من وهي صغيره وابوها مشغول جدا بسبب انه زعيم المدينه وجدها الروحاني الشيطاني الاسطوري في الغالب بيكون حملات لجبال الاسلاف، فطبيعي ان مفيش اي حد يقدر تساله. بس المهم نيلي بيقول لها في الحاله دي ممكن تجي لي بعد المدرسه لو عندك اي سؤال. فبتستغرب يون، ولكن نيلي بيكمل وبيقول ايه اللفافه دي نقش برونز اخضر من قسم عاصفه ثلجيه واسمها سكينه العاصفه الثلجيه ومفيش اي مشكله في بنيه النقش، ولكن جوده اللفافه رديئه جدا. فبتستغرب يون، بس نيلي بيكمل وبيقول شكل اللي عمل اللفافه دي شخص كويس جدا في التزوير، انا اقدر افهم ليه حد يشيل لفافه زي دي لو شخص ما عندوش خبره او طايش. اتكتبت اللفافه دي باستخدام كتاب دم حشره العاصفه الثلجيه الروحيه، ودم حشره العاصفه الثلجيه الروحيه البلغه العاديه لونها فضي رمادي، ولكن محتويات النقش ده مكتوبه بالفضه الاحمر. بيتهيألي ان اللفافه دي اتعمل بدم حشره عاصفه ثلجيه روحيه لسه صغيره ومش قويه ولا كبيره كفايه، وعلشان كده بيفشل تفعيلها. فبتصدم يون وبتقول لنفسها بقى هي دي المشكله، عشان كده بقى ما قدرش يا معلم او حتى نائب المدير انهم يعرفوا المشكله، لان نقش البرونز الاخضر ده منتهي بكل بساطه. نيلي قدر يعرف كل ده من بصه واحده، هو ممكن يكون عنده معرفه اكتر حتى من نائب المدير، شكله مش عبيط زي ما كنت متخيله. وبنلاقيها بتقول له طب ممكن تبص بصه على دي كمان. فبيبص نيلي على اللفافه الثانيه وبنلاقيه بيقول ده النقش الثلجي مفاجئ من قسم عاصفه ثلجيه، وهو نقش فضي ولكنه بقى نقش غير مكتمل بعد عصور الظلام. النقش ده قل في التصنيف وبقى نقش برونز اخضر بعد ما كملوا احفاد. فبتستغرب يون وبتقول لنفسها نقش ثلجي مفاجئ لعاصفه ثلجيه ده كان نقش فضي في الماضي، هو انا اللي ما سمعتش على الكلام ده قبل كده. بس بنلاقي نيلي بيقول لها انا عايز اغير هيئه النقش شويه. فبتستغرب يون وبتقول تغيره ازاي؟ وبتكمل وبتقول لنفسها ده جدي روحاني شيطاني اسطوري واللي عمل نقوش كتيره وما جراش حتى يقول بانه يغير نقش عشان يكمله. ولكن بنلاقي نيلي بيقول لها معاك يا قلم، وبيكون بيدور في هدومه. بس بنلاقيه بتقول له خد، وبتديه قلم قرن فضي وبيمسك نيلي قلم وبيبدا يرسم. وبنلاقيه بعدها بيقول ده هو النقش الثلجي المفاجئ لعاصفه الثلجيه المكتمل متركب من 36 اسلوب نقش اساسي، هي دي هيئه مناسبه. فبتصدم يون وبتقول لنفسها دي معقده الضعف بمقارنه بالاصليه، وكمان خلصها بسرعه، انا لسه حتى مش قادر افهمها حتى بعد تعديل. هاخدها اول وهخلي حد يحطها في لفافه عشان اختبرها لما ارجع. وبيبداوا يتكلموا شويه وبعدها بنلاقيها بتقول له شكرا لك على الشرح وما تنساش وعدنا هنتقابل بكره اشوفك بعدين. فبيكون نيلي مبسوط بيقرب من مراته يا جدعان، دي العلاقه الوحيده اللي ادعمها بشده. المهم بعدها بنلاقي نيلي بيقول لنفسه ايوه بابا قدرت اتكلم معاه لاول مره وشكل النتيجه كويسه جدا، لازم امشي. بس فجاه يوي بيقرب منه وبيمسكه من هدومه وبيكون متعصب جدا وبيقول له انت كنت بتقول ايه ليون؟ بس نيلي بيرد وبيقول له انت مال امك انت مالك، انت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ فبيرد يوي وبيقول له عايز تعرضني؟ انت فاكر نفسك مين؟ انت عندك معرفه بسيطه في النقوش وفيها ايه ابعد عن يوي في المستقبل يا اما اخلص عليك. فبيتدخل بيوي الرجاله، بس اتباع يوي بيقفوا قدامهم وبيمنعهم. فبيقول لنفسه اتباع يوي من نظره اولى تقدر تعرف انهم من تصنيف البرونز الاخضر. الطلاب بياخدوا بالهم ان يوي بيتخانق مع نيلي عشان يون. فبيبتسم نيلي وبيقول لنفسه ان الزوار ده قوتي دلوقتي 38 وقوه روحي 32 بس، وده اكتر من كفايه عشان يخليك تلعب مع الموت. وبيمسكه من ايده وبيقول له هتعلم مين درس؟ هو انت فاكر انك تقدر تعمل اللي انت عايزه عشان العلم المقدسه هتحميك؟ وفاكر انك عبقري لانك عندك روح بحر اخضر؟ اما يوي فبيكون بيتألم جدا وبيقول لنفسه هو اللي بيحصل انا مش قادر اجمع اي قوه في دراعي، المفروض ان قوته 21 نقطه بس، وواضح ان اقدر اهزمه بسهوله. ايه نوع الفنون الشيطانيه اللي بيستخدمها؟ وبيسيبه بعدها نيلي وبنلاقيه بيقول له عارف ان صعب الصدق ده، بس تحكمك في قوه الروح عبيط زي البدائيين، والتحكم بالقوه عشان تركز على الصوابع وتهجم على المفاصل والنقاط الحيويه، مش بتوقف قوه الدراع بس، لا دي ممكن تصيب بالشلل برضه. فبنلاقي واحد من اتباع يوي بيقول لنفسه هو اللي بيحصل شكل يوي بيعاني، اما زي برضه فبيقول لنفسه احنا ما نعرفش مستوى وصل فين، ولكن تقنيه نيلي دي احسن اكيد من اللي معانا. وبنلاقيه بعدها بيقول هو يوي سيد الصغير اتخبط في حيطه حديد ولا ايه؟ بس المهم نرجع لنيلي واللي بنلاقيه بيقول ليوي هو انت بتنطق اسم يون في وقت فراغك؟ المره الجايه اللي اعرف فيها انك بتطرد يون تاني، ما تلومنيش لو افتريت عليك. فبيتعصب يوي وبنلاقيه بيقول مش ممكن، ازاي انا عجبت العالم المقدسه اخسر قدامك؟ انت مين عشان تجبرني على ده؟ وبيفعل الهاله بتاعته. فبنلاقي نيلي بيقول لنفسه ده عايز يدخل قوه الروح بتاعته جوه نطاق روح البحر بتاعتي. اما زي فبنلاقيه بيقول ايه الهبل ده؟ نيلي بدا يتضرب من يومين وقوه روحه ما تقارنش بيوي وهو بيحاول يقربه، بس بقى يوي بيقف قدامهم ويوي بيكون مفعل الهاله بتاعته وشكله على اخره، فبيفعل نيلي الهاله بتاعته كمان وبيقف بيها قدامه. وبنلاقيه بيقول لنفسه ده من سليل العيله المقدسه فعلا، اكيد ده بياخد ده من اكسير قوه روحه ضعف قوه روحي، ولكن ما ينفعش
ينفعش استخدام قوه الروح بالطريقه دي. اما يوفا بنلاقيه بيقول بتتجرأ وتتصرف بخنزره في حضوري وانت عندك قوه الروح الضعيفه دي، وبيزود الهاله بتاعته على نيلي. وبنلاقيه بيقول لنفسه ده مش قادر يستحمل اكتر من كده، بس نيلي بيرد وبيقول اي هبل. وفجاه بيزود الهاله بتاعته وبيخلي ضربه يوي تخبط في نص دماغه بالتحديد في الجبهه، فبيكون يوي مصدوم ومش شايف كمان قدامه. وفجاه نيلي بيقرب منه بنيه قتل ضخمه جدا، وطبعا كل ده عشان تجاربه اللي عدى بيها في حياته اللي فاتت، وكمان مات على ايده اعداء كتير ما يتعدوش. ووقت تصادم قوه روح دلوقتي نيلي قدر يبعت نطاق روحه المشبع بنيه قتل مخيفه عميقه لنطاق روح يوي. اما يوي فبيعملها على نفسه، ونيلي بيكمل وبيقول لنفسه يوي ما يقدرش يقاوم هاله مرعبه زي دي. وبعدها بيقول له بليت بنطلونك من الخوف، هو انت لسه قلبك جابك تهددني في حالتك دي؟ انا بصراحه مكسل اضيع وقت اكتر عليك. وهو بيقرب منه ويمسكه من هدومه وبيقول له امشي بقى من وشي، ابعد عني من دلوقتي، وبيرميه من شباك المكتبه. فبيروح بقى وراه وبيوقفه، وبيليه بيقول لهم بخوف ابعدوني عن هنا. اما بيوفى بيكون منشكح وبيتفرج وبيقول ها يوي لسه بيبل هدومه في سن زي ده. والطلاب اللي كانوا واقفين بيكون واحد منهم مصدوم وبيلاقيه بيقول انا كنت فاكر ان يوي هو اللي هيربي نيلي. اما اللي جنبه بشعر احمر بيقول له ايه نيلي رمى يومي الشباك، يوي ده بالعافيه وصل لتصنيف البرونزي بنجمه. شفت ازاي اللي بنطلونه واضح ان تم اختراق نطاق روحه. اما التالت فبنلاقيه بيقول هو مش نيلي برضه الشخص اللي عمل رهان مع المعلمه ده؟ قال انه لو قدر يوصل للتصنيف البرونزي بنجمه وقتها زي وتستقيل، وشكل قوه روحه اقوى من قوه يوي. اما عند نيلي فبنلاقيه بيقول والله اخيرا ربيت يوي، ده حتى زي كمان بيكون مبسوط وبيقول مش وحش يا نيلي، انا كنت فاكر انك مش هتعرف تجريه. بس نيلي بيتحرك وبيقول لهم تمام يا رجاله اطلعوا انتوا فوق، لازم اروح بقى عشان اتاخرت. وعلى الساعه 9:11 وما بين الساعه 9 بالليل و11 بالليل في منطقه تدريب المبتدئين بنلاقي نيلي بيتحرك وبيروح لير، وبنلاقيها بتقول له كنت فاكر انك مش هتيجي. بس نيلي بيرد بيقول لها انا راجل قد كلامي وبوفي بوعدي مهما كان، وهعالج اصابتك اول. فبتشكره ير. بس نيلي بيبص على الكدمه وبنلاقيه بيقول لون الكدمه بدا يتلاشى، وبرضه انا عايز مساعدتك في حاجه بس مش عارف هتوافق ولا لا. فبنلاقيها بتقول له اطلب اللي انت عايزه طالما كان في مستوى قدراتي. فبيكمل نيلي وبيقول انا معايا تقريبا حوالي 10,000 عمله روحيه شيطانيه، وعايزك تبعت شويه اشخاص لمتاجر العلاج وتساعديني عشان اشتري عشبه الضباب البنفسجي. فبتستغرب يرو بتقول له عشبه الضباب البنفسجي؟ انت تقدر تشتري شويه محترمين من عشبه الضباب البنفسجي بعمله روحيه شيطانيه واحده، انت عايز كميه قد ايه؟ بس نيلي بيرد وبيقول لها اكيد اكبر كميه ممكنه، انا عايز اكبر كميه من عشبه الضباب البنفسجي تقدر المحلات تخرجها. فبتستغرب يرو بتقول لنفسها عشبه الضباب البنفسجي مش بيستخدم غير كبخور وكطارد لحشرات، هو هيعمل ايه بيه؟ وبنلاقيها بتقول له سيب لي الموضوع ده يا نيلي، 10,000 عمله روحيه شيطانيه مش مبلغ كبير بالنسبه لي، انا هدفع وانت خلي معاك الفلوس. بس نيلي بيرد وبيقول مش مشكله اشتري اكبر كميه ممكنه وبعدها هرجع لك الفلوس بالفوائد. فبترد وبتقول له لا ده مبلغ خفيف مش كبير بالنسبه لي. بس نيلي بيضحك وبيقول لها بالنسبه لنا فالكام الف دول مش مبلغ خفيف، وفوق ده انا هبقى نكته لو ما قدرش راجل زيي يدفع اللي استلفه. وبعدها بنرجع لمعهد اوركيدا وبالتحديد لمكتب زيو، وبنيزيو بتقول نيلي رماك بره المكتبه، قوتك دلوقتي 63 والاكتر من ده ان قوه روحك 78، ما تقوليش ان نيلي اقوى منك. فبيرد يو بيقول لها يا عمتي نيلي يعرف شويه فنون شيطانيه، في اللحظه اللي مسك فيها دراعي فقد القوه خالص، قوه روح اكبر منه بكتير، ولكن قوه روحي انهارت لما لمست قوه روحه. وبيقول لنفسه هو بيغل نيلي انا هوريك ازاي تذلني بالشكل ده. بس زيو بتقطعه وبتقول له قوته الجسديه والروحيه قد ايه دلوقتي؟ فبيرد يو بيقول لها قوته بالكتير 30 اما قوته الروحيه بالكتير 10. فبتتعصب زيو بتقول له ايه الخرا ده ازاي خسرته قدامه؟ بس يو ما بيكونش عنده رد. فبتكمل زيو بتقول له يمكن يكون الواد ده قادر يتحكم كويس بقوه جسمه وقوته الروحيه، وفي شويه اشخاص عندهم قوه روحيه ضعيفه ويقدروا يتحكموا بيها كويس، انت لسه صغير وما اتعلمتش تستخدم قوتك الروحيه بشكل صح لسه، وعلشان كده قدر يغلبك مع انه ضعيف. بس انه يوصل لتصنيف البرونزي بنجمه في شهرين مش موضوع سهل خالص. فبيقول يوي لنفسه الاحسن ان الواد ده يطرد من المدرسه بسرعه، هو فاكر نفسه مين عشان يكون ليه فرصه مع يون. وبنرجع لنيلي وبيكون بيكمل على جره وبنلاقيه بيقول لها انت خدت دواء في ميعاده؟ فبترد وبتقول له اه. وفوق كل ده حسيت ان قوته الروحيه بقت اقوى لما رجعت واتدربت على التقنيه اللي عدلتها لي. بيتهيألي انت العبقري حقيقي، ما حدش لسه لاحظ ده، ولكنك هتبين موهبتك حقيقيه في يوم وهتتالق فوق بالتاكيد. فبيشكرها نيلي وبعدها بنروح لقاعه مؤتمرات العائله المقدسه وبنشوف هناك كبير عيله شين واللي بيكون روحاني الشيطاني فضي، وبنلاقيه بيقول اللي قدامه ده مهين مجرد شيء صغير من صف المبتدئين اتجرأ نتحدانا احنا العيله المقدسه. وبنلاقيه بيقول لنفسه الاول كشف عن اصل نقش الشعله الحمراء المتفجره حارقه واجبرنا علينا نستخدم كل الوسائل الممكنه عشان نهدي الدوشه اللي حصلت بين العائلات الكبرى. وبعدها بكام يوم بس هزم حد مننا، والاهم من ده ان في شخصيه مهمه بتسانده، وعشان كده ما نقدرش نعمل له مشاكل بسهوله. وبنلاقيه بيقول اللي قدامه هو مش كان قرب يوصل للتصنيف البرونزي بنجمه، ازاي ما قدرش يغلب نيلي؟ فبيتوتر الشخص ده وبيقول له انا برضو ما اعرفش. وعلى حسب كلام يوي فهو كان اقوى من نيلي في القوه الجسديه والقوه الروحيه، بس نيلي استخدم فنون شيطانيه مش معروفه وهزم بيها السيد الصغير يوي. فبيرد شنو متضايق وبيقول وايه اللي يقدر يعمله مبتدئ صغير زيه؟ وايه الفنون القتاليه الشيطانيه دي؟ ده مجرد عذر عشان يخفي ضعف مهاراته. فبيقول له اللي قدامه تحب تبلغ الموضوع ده لقائد العيله؟ فبيرد شنو بيقول له لا، القائد دلوقتي بيحاول يوصل لروحاني شيطاني اسطوري والحاجات التافهه دي هتشتت تفكيره. بس قول لي حققت في موضوع عيله نيلي؟ فبيرد اللي قدامه بيقول له ايوه عرفنا انه من عيله علامه السماويه. فبيضحك شنو بيقول علامه السماويه عيله نبيله عاديه
زيها تتجرأ وتعدينا. انا بيتهيالي ان نيلي مجرد عايز صغير جاهل ولقى بالصدفه ناقش الشعله الحمراء المتفجره حركه وبدا يتباع بالموضوع، وهنكون في وضع مثير للشفقه لو عملنا مشاكل لعيله العلامه السماويه مع احترامي لنيلي، بس خلي السيد الصغير فيه يهتم بالموضوع. الصراعات بين الاطفال والقتال في المدرسه هي موضوع عاديه صح، خلي فيه يتحرك لما تهدى الدوشه دي والا وضعه هيكبر. وبعدها بنروح لقصر زعيم المدينه وبالتحديد لغرفه يون، وبنعرف ان الاوضه دي معموله ليها مخصوص ولكنها لسه بتحب تقعد في البيت عامه. يعني بنلاقيها بتقول لنفسها هو نيلي جه منين بالنقش ده، بس بنلاقي واحده بتقرب منها وبتقول لها يا انسه يون، وبنعرف ان دي عمتها زوي. المهم بنلاقي زوي بتقول لها كنت بتدور عني، فبترد يون وبتقول لها يا عمتي زوي بما انك خبيره في النقوش تقدري تعرفي اصل النقش ده. فبنلاقي زوي بترد وبتقول لها ده شبه هطول قشعريره عاصفه ثلجيه ولكن شكلها اقوى منها، انا ما شفتش النقش ده قبل كده، المعدل متناسب جدا ومنسق والتصميم منطقي. مين الخبير اللي عمل النقش ده؟ انا اعترف بهزيمه. هو انت ممكن تكوني قابلتي خبير نقوش فمش بتكوني عارفه تقول لها ايه خبير ايه ده 12 سنه. المهم بنرجع لنيلي وير وبنير بتقول له بالمناسبه يا نيلي لازم تخلي بالك كويس بما انك عديت العيله المقدسه. العيله المقدسه عيله حقيره وخسيسه، وعيله التنين المجنح بقت اضعف لما وقعنا في فخها وقدروا ياخدوا 80% من ممتلكاتنا، واحنا دلوقتي ما عندناش اي اختيار تاني غير اننا نقضي عليهم عشان ننجو. فبيرد نيلي وبيقول لها انا حاطط ده في دماغي بس ما تقلقيش، العيله المقدسه مجرد عيله بتجري ورا الشهره وبيتهيألي ان هم مش هيعملوا اي مشاكل لفتره قصيره. وبيقول بعدها لنفسه بس في الوقت اللي هيقفوا فيه قدامي هكون عملت تدبير مضاد ليهم. اما ير فبتكون مستغربه منه، ولكن نيلي بيقول لها لما ترجع لي البيت بهاتي كريستال تروح معاكي وهبقى اختبر صفات روحك. وبنلاقيه بيقول لنفسه ير جديره بالثقه وموهبتها مش وحشه وبرضه لازم اعلمها شويه تقنيات قويه. بس بنلاقيه بترد وبتقول له انا عندي كريستالات روح مش مستعملين، وبتطلع واحده من الخاتم اللي معاها وبتقول له خد. فبيقول لها نيلي يعني معاكي جامد مش شرط تديها لي انت بس حطي قوتك الروحيه فيها. فبنلاقيه بتقول له ماشي وبتبدا وبيخرج نور شديد جدا، وبعد ما بيظهر الشيء ده في البلوره بيصدم نيلي وبيقول قوه روحك 83 وصفات روحك من نوع عاصفه الصاعقه وهيئه روحك التنين المجنح. فبتستغرب يارو وبتقول له هيئه روحي نوع عاصفه الصاعقه هيئه التنين المجنح انت بتقول ايه؟ فبيرد نيلي وبيقول لها ببساطه التقنيات المناسبه ليكي هي تقنيات عاصفه الصاعقه. وبيقول بعدها لنفسه مش مستغرب ان لما اتصابت بمرض القطبي في حياتي اللي فاتت مع انها جابت لي سنتين وبعدها رجعت بسرعه ومع انطاق روح هيئه التنين المجنح فهي تقدر تتدرب على التقنيه بسرعه كبيره. لو كانت صفات التقنيه زي صفاتها وقتها هيزيد سرعه التدريب بسرعه جنونيه. عشان افكر في الموضوع نوع عاصفه الصاعقه وهيئه التنين المجنح ايوه صح، في حياتي اللي فاتت لما كنت ببص في شويه حطام انا كسبت وقتها تقنيه وكويس ان هي تناسبها. وبيني بعدها بيقول لها انا عندي تقنيه عاصفه الصاعقه هديها لك ودي بالمقارنه مع تقنيتك اللي فاتت فهي اقوى منها بكتير. المهم بعدها بيكمل وبيقول لها احفظي دي وبلا بلا 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 بيقول لها بقى التقنيه. فبتستغرب يرك وبتقول لنفسها لو وجهت قوه روح للتقنيه دي قويه جدا. وبعدها بيكمل نيلي وبيقول هي دي تقنيه عاصفه الصاعقه التنين المجنح ودي اكتر تقنيه مناسبه ليكي. فبترد يرو وبتقول له انا ممتنه ليك بجد، انت في البدايه ساعدتني عشان اخف من الاصابه ودلوقتي بتديني تقنيه قويه زي دي انا بجد مش عارف ارد لك كل المعروف ده ازاي. بس نيلي بيقول لها احنا اصحاب وطبيعي نساعد بعض مش صح ولا ايه؟ ما تقلقيش بخصوص الكلام ده، انت قربت تخفي من المرض القطبي فايه رايك تبداي تتدربي بس الشمس بتبدا تشرق. فبيلين نيلي بيقول ده ضوء اخضر وكمان قريب من 100 ده كان سريع جدا في الحياه دي. شكل ير مش هتعني ابدا. وبنشوف يرو وهي بتتدرب وبعدها تاخد نفسها وبتقول انا قربت ادخل على الاختراق، ولكن لما فتحت عنها نيلي كان ماشي من وقت طويل. المهم وبعد كام يوم بنلاقي واحد راح جاي على محل وطلب عشبه ضباب بنفسجي. فرد التاجر وقال له بيتهيألي انت كمان من خدم عيله التنين المجنح، في حد من عيلتك جه هنا واشرف على كل اعشاب الضباب البنفسجي. فبيتعصب الشخص ده وبيقول احنا كمان عايزين كل في الجنينه بتاعتك. ايه السيده بتاعتي عايزه تشتري كل الكميه موجوده. وبعد ما بياخدها بيقول هو ماشي مش مهم. وطبعا بنعرف انها قدرت تحرك الرجاله كلها لان عيلتها بتهتم بيها والتنبيه بتقول انهم يعملوا اي حاجه تطلبها سواء فلوس او الاعشاب الغاليه. وبعدها بنروح لكافيه وبلاقي لي بيقول لي ير ايه ده خلصت في كام يوم بس خدامك ناشطين جدا. فبترد يرو بتقول له امسك ده في كل كميه عشبه ضباب البنفسجي اللي جمعتها وتقريبا هي حوالي مئات الالاف من الكيلوجرامات. فبيقول لي اللي هو بيشرب مش وحش مش وحش ايه مئات الالاف من الكيلوجرامات. فبتضحك يرو بتقول له ده مبلغ بسيط ما يذكرش حتى بالمقارنه مع تقنيه عاصفه الصاعقه التنين المجنح. وبعد الظهر بنلاقي بياو بيقول لزي هو نيلي بيكتب ايه وبيتمتم مع نفسه. فبيقول له زي ما تشغلش بالك خلينا ندور على نقوش وتكتيكات المعركه الاول. لو حد عايز يوصل لنطاق عالي جدا فلازم يبقى عنده معرفه واسعه. والاتنين من بصتهم بتقول حاجتين يا مش فاهمين يا فهموا غلط. بس في الحالتين بيتعصب زي. ولكن فجاه الرجاله بياخد بالهم من شخص الناس ممنوعين عليه وبنعرف انه تشين من العائله المبجله بتصنيف برونزي 5 نجوم وعنده 15 سنه. وبنلاقيه بيقول درع اسمه الدرع المظلم الملتهم ومحدش عارف يجيبه باقل من 100,000 عمله روحيه شيطانيه من السوق. ولما تلبس الدرع المظلم الملتهم هتبقى شخص لا يقهر قدام الخصوم الاقل من التصنيف الفضي. وهو بيخلع الدرع وبيدي لحد وبيقول له خد ده عشانك
فبيكون واد مصدوم. وبعدها بيكمل تشين وبيقول ودي ست عيدان من عشب ايه الظلام المقدس واللي عند عيلتي بس اختموني بقلبه وهتكسبوا منافع كتير. فبيصدم بياه وبيقول لنفسه عود واحد بس حقه 50,000 عمله، يعني الست تقريبا ب 300,000، وحرفيا بيكون هيخش معاهم. بس بيلاقي تشين بيقول لنفسه 19 20 لسه محتاجين ناس تاني. وبناخد بالنا ان زي شد بياو. فبيقول لبياو لو كنت بس خدت عشب الظلام المقدس فاقدر اكيد اخترق التصنيف البرونزي بنجمه. اما نيلي فبنلاقيه بيقول تشين في الوقت ده في حياتي اللي فاتت قدر يلاقي مدخل سري لاطلال المدينه ورجع بكميه كبيره من الكنوز. على ما افتكر يون كمان شارك في الموضوع وقال برضه قبل كده ان يون راح معاهم وقدر ياخد كنز وباع في الاخر بمليون عمله شيطانيه. بس الفلوس مش بالاهميه دي، وده لان اداه ليها استخدامات عظيمه وانا لازم اخد الاداه دي. وبيقف وبيقرب من الحشد وبيقول انا عايز انضم للفريق. فبيوسعوا الناس وبنلاقي نيلي بيكمل وبيقول ومش عارف انت تحب ده ولا لا. فبيلاقي حد بيقرب منه بيقول له هو انت يا شيخ وصلت للتصنيف البرونزي ما تتسحبش للزحمه وبس. بس شين بيرفع له ايده وبيقول له استنى، وبيكمل وبيقول لنيلي انت بتقول انك عايز تنضم لنا؟ طب انت عارف احنا رايحين فين؟ وبنلاقي نيلي بيقول لنفسه تشين سليم مباشر من العائله المبجله، ودي واحده من العائلات البارزه الثلاثه، وما كنتش مقرب ليه في حياتي اللي فاتت، ولكن سمعت انه كان قرب يوصل لروحان الشيطان الدهب اسود وهو مميز جدا بين تلاميذ النبلاء. بس انا فاكر ان في المعركه الاخيره للمدينه المجيده لما اندفع تشين للبوابه الشرقيه اللي اخترقها الوحوش بسهوله بسبب العيله المقدسه قطع راس 6 من اللي هربوا من العيله المقدسه من غير ما ينطق كلمه واحده. اقدر اعتبره شخص بيستحمل المسؤوليه. وبينيه بعدها بيقول تشين عارف انت هتروح عشان تستكشفوا اطلال مدينه اوركيديا القديمه صح؟ فبيستغرب تشين وبيقول له عرفت ازاي؟ انا ما قلتش لاي حد من بره فريقي حتى عيلتي. وهو بيقول لنفسه لو عيلتي عرفت ده مش هتخليني اروح. بس نيلي بيرد وبيقول له ما تبصليش بالبصه دي، انا سمعت الفتره الاخيره شائعات بتقول انهم لو مدينه اوركيديا قديمه قريبه من المدينه المجيده وناس كتير من الاقوياء راحوا فعلا عشان يستكشفوها، وعشان كده اكيد السيد صغير تشين ناوي برضه انه يروح هناك بما انه بيجمع ناس في نفس الوقت. انا بس كنت بخمن وشكل توقعي كان صح بالنسبه لرد فعلك. فبيقول تشين مثير للاهتمام انت اسمك ايه؟ فبيعرفوا نيلي على نفسه وبيكمل تشين وبيقول اوه نيلي انت اللي اكتشفت اصلا نقش الشعله الحمراء المتفجره حركه صح؟ انت ضربت سمعه عيله مقدسه بدون رحمه. انا سمعت انك قريت كل انواع الحاجات القديمه. فبيرد نيلي وبيقول له ايوه. فبيتريقوا الناس اللي حواليه اكمنوا يعني دوده وبيقرا كتب كتير وبيسالوه اقرا كتب قد ايه؟ فبيرد نيلي وبيقول مش كتير لكني قريت كتب اكتر من الفلاحين دول اكيد. فبيتعصب الفلاح وبيقول له انت قلت ايه؟ انت بتقول ايه يا شا انت؟ بس نيلي بيقول له انا ما وجهتلكش كلام. فبيضحك تشين وبيقول بما انك قريت كتب كتير تعرف مدينه اوركيديا القديمه بتنتمي لانهي حقبه؟ فبيرد نيلي وبيقول له بالنسبه للمعلومات اللي موجوده فمعظم مباني مدينه الاوركيديا القديمه معموله من الطوب الحجري والاسقف المخروطيه، وكل طرق المدينه موجهه للاتجاه الشرقي والغربي والشمالي والجنوبي. ونمط البناء ده كان في حقبه الامبراطوره عاصفه ثلجيه وامبراطوريه عائله القديسين. سمعت برضه ان في ناس لقوا رسمه لوتس عملاقه على حيطه في اطلال مدينه اوركيديا القديمه، وفي مقوله بتقول الجبال تمثل الاستقرار والماء يمثل الثروه مع السلام والازدهار. واسلوب الرسم ده كان شعبي في الفتره الاخيره من حقبه امبراطور عائله القديسين. ولما جمع كل الادله دي نقدر نستنتج ان مدينه اوركيديا القديمه بتنتمي بين اخر عصور حقبه امبراطور عائله القديسين وبدايه عصور حقبه امبراطوريه عاصفه ثلجيه. وطبعا اللي بيكونوا موجودين مش فاهمين اي حاجه، بس تشين بيسقف له بيكون منبهر وبنلاقيه بيقول له تعال ورايا من دلوقتي همدك بالتدريب والادوات التعليميه ايه رايك؟ بس نيلي بيقول لنفسه عايزني اكون تابع ليك انت بتهزر؟ وبنلاقيه بعدها بيقول له ده تعاون وكل حد فينا هياخد اللي هو عايزه، انا عايز اختار اول اداه ولو ده مش هيرضيك ممكن امشي. فبيستغرب تشين وبيكون في واحد من رجالته متضايق، بس نيلي بيكمل وبيقول اضمن لك طول ما انا موجود هتشوف نتائج كويسه. فبيفكر تشين مع نفسه بيقول نيلي باين ثقه عظيمه، هو ممكن يكون عنده خريطه كنز كامله؟ انا عندي خريطه كنز بس مش كامله. وبنلاقيه بيقول له ماشي اتفقنا هكرر اللي قلته قبل كده لو عايز تخدمني هتاخد منافع كتير. بس نيلي بيقول له ماشي انا مستني التعاون بتاعنا. وبيكمل تشين وبيقول له هنتقابل هنا بعد 3 ايام في الفجر اشوفك بعدين. وبعد الظهر عند جمعيه كيميائيين اكسير باللي هناك واحده وبنعرف انها مدير جمعيه الكيميائيين يانغ زين وعندها 25 سنه وروحانيه شيطانيه ذهبيه وبتكون متضايقه وبنلاقيها بتقول جمعيه الكيميائيين في انحدار الايام دي، بس هو ايه كل ده؟ لو ما قللناش سعر الاكسير او حتى رفع كفاءته فالشباب عمرهم ما يفكروا يبقوا كيميائيين في المستقبل. ما اعرفش لو في هناك تعليقات كيميائيه ليها قيمه بين الرسائل دي. في كتاب هنا كتير ايه شرح الاستخدام عشب الضباب البنفسجي تقدر تزود بيه تاثير الاكسير الطبي 3 اضعاف عن طريق انك تضيف شويه من عشب الضباب البنفسجي لتقنيه كورس تجميع الروح وكورس تحسين الروح، وتقدر تغذي قوه روح اي حد باستخدام عشب الضباب البنفسجي وكم ماده ثانيه وقت الاستحمام. فبتضحك زين وبترمي وراها وهي بتقول كده مش مستغربه ان في حد اشترى عشب ضباب بنفسجي من كام يوم بيحاول يستغلني علشان يرفع سعر عشب الضباب البنفسجي المفروض يالف حاجه واقعيه اكتر، بس الشخص
الشخص ده كتب فعلا اكتر من 20 استخدام، ولا كان عشب طرد الحشرات ده ليه اهميه فعلا، بس لو كان ليه نفع فعلا فدي هتكون مساعده عظيمه لينا ومفيش ضرر من تجربتها. مين يعرف يمكن فجاه تظهر تاثيرات. انا كنت رميتها هنا تقريبا وبنلاقيها بتنادي على حد وبتقول له غنغه هات لي 2 كيلو ونص من عشب الضباب البنفسجي. بس غنغه ده بيرد وبيقول لها احنا عندنا كيلو ونص بس من عشب الضباب البنفسجي. فبنلاقيها بتقول كنت عارفه، بس يا ترى هو الشخص ده خسن قد ايه من عشب الضباب البنفسجي. وبتبدا زين بعدها شغله وبنلاقيها بتقول وصفه قرص تجميع الروح وقرص تحسين الروح بتتوارثها مدينه مجيده من مئات السنين والمفروض تكون كامله فعلا، وحتى لو جرى كيميائي على انه يغير وصفه فلازم يستحمل ثمن المواد الخام ومخاطره الفشل برضه. بس الشخص ده خزن كميه كبيره من عشب الضباب البنفسجي وبيكمل شغل وغنغ بيكون مبهور باتقانها. بس المهم بعد ساعتين بتكون زين خلصت وبنلاقيها بتقول ايه ده بص يا غنغ دي اتحسنت تقريبا 50% عن الطريقه العاديه. فبنلاقي غنغ بيقول لها ايوه بقى النجاح في زياده معدل تقنيات الاكسير هيخلي تكلفه حبه تقل والشعبيه بتاعت الحبوب دي هتبقى لفوق. اما زين فبترمي في بقه حبه عشان يجربها، واول لما بيبلعها بيقعد على طول وبيبدا يسكل. فبتقرب زين وبتقول له حاسبي. فبيصيح غنغ وبيقول لها انا بنشر قوه روح دلوقتي ما تخوفنيش، ما اكدبش للزماج الزنانه، حاسس انه فعال اكتر من كورس تجميع الروح عالي مستوى. فبنلاقي زين بتقول بما انه طلع فعلا شغال وفي عشب ضباب بنفسجي متبقي فالمفروض نجرب حاجه تاني. ادي الورقه دي للكل وخليهم ينسخوها قول لهم يحققوا من الاستخدام الاول. بيتهيألي انك عارف فعلا اهميه الاستخدام الاول بس بالنسبه للمدينه مجيده وجمعيه الكيميائيين. فبيقول لها حاضر وبيمشي بالرساله. وبعدها لازم بتقول التاني هو الاستحمام. المهم بقى تاني يوم بيكون نيلي ورجاله شغالين في الارض تقريبا وبيكون بيها وجايب اخره وبنلاقيه بيقول احنا عمالين نجري واحنا شايلين الاوزان بعد ما طلعنا الجبل انا هموت من التعب. بس دي بيتعصب وبيقول له بنيتك الجسديه الاحسن وكمان تشيل 10 كيلو بس واحنا كلنا شايلين 25 كيلو وكمان لسه عندك قلب تصيح. فبيضحك نيلي وبيقول خلونا بقى نخلص تدريبات الصبح بس بما اننا بنتدرب على تقنيات عاليه فممكن جسمنا ينفجر لو ما اتدربناش كويس عشان يجاري قوه روحنا. فبيصح بيها اكتر ولكن بيكملوا طريقهم وبيلاقي حد بيوقفهم وبيقول لهم ازيكم يا صغيرين انا من جمعيه الكيميائيين. ولكن نيلي بيكون مستغرب الدخله ولكن عامه بيلاقي الكيميائي بيقول لهم شكلكم مزارعين بالنسبه لهدومكم بس هو ممكن يكون عندكم عشب ضباب بنفسجي في بيوتكم. احنا بنشتري رطله ب 30 عمله روحيه شيطانيه عشان نجمع عشب الضباب البنفسجي. فبيتحمس بيها ويزيد وده لقيت نيلي مع العشب ده. بس نيلي بيوقفهم وبيقول وهتعمل ايه بعشب الضباب البنفسجي انا على ما افتكر انه رخيص جدا. فبيضحك الكيميائي وبيقول له هقول لك سر امبارح وصلت رساله مكتوب فيها 60 استخدام لعشب الضباب البنفسجي وبعدها عملنا اختبارات تحت اشراف مديرتنا وتفتكر بقى ايه النتيجه كانت ايه؟ كل حاجه كانت شغاله زي الفل وبنعرف نزن بعد ما خدت الحمام بقت اجمل. اما يعني بيكمل الشخص ده بيقول والاجمل من ده انه عشب الضباب البنفسجي ليه تاثير جامد جدا على البشره. المديره ينغى استحمت مره واحده بس بيه ولكن شكلها اكنه صغر كام سنه وعشان كده السيدات النبيله بيشتروا عشب الضباب البنفسجي بجنون. بس للاسف ما فيش عشب الضباب البنفسجي في السوق دلوقتي. اصل النوع ده من الاعشاب بيطلع بعد 3 سنين واستخدام حاجه قيمه زي دي في تجميل البشره بس للاسف اسراف بس زي ما انتوا عارفين. فبنلاقي نيلي بيرد وبيقول له فهمت مفعولها قوي جدا بس احنا طلاب في معهد اوركيد فاحنا ما عندناش عشب ضباب بنفسجي بس ماشي سلام. بس بنلاقي زي بيقول لنيلي وهما ماشيين ليه ما بعتلوش لما قدم عرض المغري ده. فبيرد نيلي وبيقول له ما جاش وقت عشان اتحرك لسه خليهم يرفعوا لي السعر الاول وانا افكر بعد الظهر ده هيكون احسن وقت. وبنروح لير واتبعها بيقول لها وبيقول لها ايه اللي حصل ده جنون يا انسه ير اخبار عظيمه. بس ير بتكون مستغربه ولكن التابع بيقول لها هو انت مش خليتينا نشتري كميه كبيره من اعشاب الضباب البنفسجيه؟ والبنت دي كان بتقول دلوقتي وصل ثمن عشب الضباب البنفسجي لعشرات او حتى مئات عمله روحيه شيطانيه للرطل واحد بس. والاهم من ده ان سمعت ان عيله مقدسه عرضت 300 عمله روحيه شيطانيه للرطل واحد عشان يشتروا 100 رطله من عشب الضباب البنفسجي. فبتستغرب يارو بتقول 300 عمله روحانيه شيطانيه وبتقول لنفسها اكيد نيلي هو اللي عمل كده. وبعدها بنرجع المكتبه والشباب بيكونوا ميتين من الضحك وبنلاقي نيلي بيطلع فلوس وبيقول احنا بعنا 10000 رطله من اعشاب الضباب البنفسجيه عن طريق صيدليه باوزاي والاغلبيه خدتهم زوجات النبلاء والاجمالي باكتر من 3 ملايين. بس معدل السعر بالسوق محدود فما نقدرش دايما نبيع بالثمن ده. انا هبيع المخزون ببطء اكتر بس دي بس بدايه خطتي. دي حبوب تجميع الروح لسه شايع دلوقتي امسكوها وبيدي كل واحد ازازه وكل ازازه فيها 10 حبات. وبيكمل نيلي وبيقول خدوها بسرعه واتدربوا. فبيمسك بيها واحده وبيقول الواحده تقريبا سعرها 6000 عمله. فبيرد نيلي وبيقول له احنا اغنياء دلوقتي وبيبلع واحده وبيقول كويس يلا نبدا تدريب. وبعدها بيركز نيلي وبيقول لنفسه الاشخاص العاديين يقدروا يمتصوا بكفاءه 10% بس من تاثير الاكسير لما يستخدموا حبوب تجميع الروح ولكن المفروض تمتصوا تكتيكات السيد السماوي الاكسير كله. تاثير الاكسير قوي جدا قوه روح اترفعت 50% زي. وبنعرف ان زي وصل لتصنيف البرونز الاخضر وبيكون مبهور وبيقول انا اخترقت التصنيف البرونز بنجمه في كام يوم بس جامد قوي شكرا يا نيلي. وبعد ساعتين بياو كمان بيخترق وبنلاقيه بيقول ابويا مش هيضربني تاني بسبب كسري بعد دلوقتي. اتعود الجماعتين انهم يتنمروا على التانيين عشان عيلته الكبيره وموهبته ومش هيتخيل ابدا ان الحساله اللي كان مضايقهم وصلوا للتصنيف البرونز الاخضر قبله. عايز اشوف رد فعله في الاختبار بعد شهرين. بس نيلي بيقول له بس تقنيات السيد السماوي اللي بتدرب عليها ابطا بكتير من تقنياتكم كملوا تدريبكم وانا هنزل تحت شويه. وبينزل نيلي للمكان اللي كان المفروض هيقابل فيه يون ولكن للاسف مش بيلاقيها. فبيقول
بيقول لنفسه ما جاتش النهارده برضه، شكلها متضايقه. بس اول تعالوا نرجع بالوقت كام يوم ورا لما نيلي طلب من نيري تساعده عشان يشتري عشب ضباب بنفسجي في الليله اللي اتفق نيلي ويون يتقابلوا فيها. ووصل نيلي وبيليه بيقول لها اهلا اتقابلنا تاني، وبيكون في حد شايفهم، وبنلاقيه بيقول شكل يانس يون كانت مستنياه، ويوي بيكون معاهم وبيكون متضايق جدا، وبيقول لنفسه ازاي نيلي يقارن باصلي او موهبتي ازاي يون. فبنلاقي جنبه بيقول له هو ينفع نضايقه؟ بس حد تاني بيقول له ايه الشيء ده، احنا خسرنا كتير على ايده امبارح حتى الزعيم اصلا. فبيتعصب وبيقول اوعى تقول الكلام ده، بس ما تخلوش يون تعرف حاجه. ايه الشيء ده؟ دوروا على طريقه عشان تعلموه درس ما يتنسيش، والاحسن احنا نخلي الشيء ده يعاني من اصابات داخليه وما تخلوش حد يعرف اننا اللي عملنا ده. المهم بنهرب من نيلي ويون، وبنلاقي يون بتقول انا امبارح عملت اختبار لنمط نقش نسخه كامله من نقش تلج مفاجئ للعاصفه الثلجيه، وفعلا طلع نقش فضي. فبيرد نيلي وبيقول لها ايوه فعلا، بس يون بتكون مستغربه وبتقول لنفسها شكله هادي جدا ولا كاني من السهله صنع نقوش فضيه. نيلي عنده المعرفه العظيمه دي ولسه باين بالمنظر العادي في الصف، انا حرفيا متكبره وجاهله بالنسبه له وما اقدرش اقارن بيه. وبيليها بعدها بتقول له صح دي رساله الروح اللي قلت لها اجيبها. فبيرد نيلي وبيقول لها حطي قوتك الروحيه جواها. فبتقول له حاضر وبتعمل ده. وبيصدم نيلي وبيقول لنفسه ضوء ابيض من قسم العاصفه الثلجيه، دي هيئه روح عنقاء الجليد، واحده من اقوى هيئات روح الاسطوريه. عنقاء الجليد هيتطور لما توصل للنطاق الذهبي الاسود. يوم كان قدر توصل للنطاق الذهبي الاسود بدري في حياتي اللي فاتت. وبعدها بيقول لها دي من صفات العاصفه الثلجيه وهيئه روح عنقاء الجليد، هعلمك تقنيه مناسبه ليكي. فبتستغرب يون من موضوع التقنيه المناسبه دي، وبتقول لنفسها انا دلوقتي بتدرب على اقوى تقنيه في حياتنا، هو في تقنيه اقوى منها؟ بس نيلي بيقطعه وبيقول لها تقنيه 9 دوائر عنقاء الجليد لو فهمتيها كويس هتقدري يبقى عندك 9 ارواح، وطالما الروح ما اتدمرتش هتقدري ترجعي تاني. وبيبدا يقول لها تقنيه وهو بيقول لنفسه مش هخليك تسيبيني تاني في حياتي. فبتجرب يوم بعدها تقنيه وبتقولها زي ما قال نيلي، وبتستغرب لان التقنيه دي اقوى بكتير من اي تقنيه اتدربت عليها قبل كده. وبنلاقيها بتقول له انت بتديني تقنيه غاليه قوي زي دي؟ بس نيلي بيقول لها لا ولا حاجه. فبتشكر يون، وطبعا يوي بيكون متضايق جدا. فبنلاقيه بيقرب منهم وبيسلم على يون وبيقعد جنبها، وبنلاقيه بيقول لنيلي صدفه غريبه انت هنا برضو اتقابلنا تاني. فبيرد نيلي وبيقول له ايه التعبيرات المظلمه دي، ايه ما اتبسطتش امبارح؟ فبيتعصب يوي وبيقول له عيلتي قريبه من عيله يون واحنا كنا مع بعض من واحنا صغيرين، وحتى الكبار بيدعموا ارتباطنا، وباختصار في تفاهم متبادل بيني وبينها، ده احنا حتى عاداتنا المفضله هي اسلوب حياتنا. وطبعا بين على وش يون انها مش طايقاه، وبنلاقيها بتقول لنفسها من امتى واحنا قريبين من بعض كده؟ بس لا نيلي ما ينفعش يفهم غلط. بس بنلاقي نيلي بيقول بجد ماشي انا بصراحه مهتم اعرف ايه انت تعرف عنها. فبنلاقيه بيقول هي بتحب بقى كام برغيده وقرايه وتسرح كتير، وهي بيبص من الشباك مش صح يا يون؟ فبترد وبتقول له بس نيلي بيدخل وبيقول بصراحه يون مش بتحب تاكل اكام برغيده، ايه الزعيم ممكن كدب عليها وقال لها ان الاكام برغيده بيزود من قوه روح الشخص، وبعدين مين يحب يقرا الكتب التخينه دي واللي صعبه الفهم؟ هي بتحب المغامرات ومتحمسه للعالم الخارجي، وعشان كده بتسرح لما تبص من الشباك. فبيزعق يويو بيقول ايه الهبل اللي انت بتقوله ده، وبيبص على يون بس يون بتكون مصدومه، ولكن نيلي بيكمل وبيقول بتقول هبل؟ طب بما انك عارفهم كويس ففي وحمه على شكل فراشه على جسمها، عارف فين؟ انت بتقول ايه يا اسطى؟ انت بتقول ايه؟ يخرب بيتك دي مراتك، يا رب تطلع في دراعها يا رب تطلع في دراعها. فبيصيح يويو بيقول له وانا اعرف منين؟ بس يون بتتكسف وبنلاقيها بتزعق فيه وبتمشي. فبنلاقي نيلي بيقول هربت، هي ممكن تكون اتضايقت. بس يوي بيكون متضايق جدا، وبنلاقيه بيقول نيلي انا هخليك تموت موته وحشه جدا، افتكر ده، انا هخليك تموت موته فظيعه افتكر ده، احسن لك تعالج عينك سلام خروف. فبيتعصب يوي وبيقول لنفسه هي نيلي ويون قريبين من بعض ولا ايه؟ وفي نفس اليوم على المغربيه يون بتوصل البيت وبتكون متضايقه جدا من نيلي، ولكنها بتقول لنفسها انه اكيد بيكذب، وده لانه مستحيل يقدر يدخل القصر، ولكنها بتقرر تروح تتدرب وما تفكرش كتير، وفعلا بتدخل الاوضه وبتبدا تتدرب على التقنيه، ولكن فجاه بيظهر حواليها هاله غريبه. فبتقول لنفسها قدر تخترق ده تقنيه 9 دوائر عنقاء الجليد، طلعت اقوى مما كنت متخيله، التقنيه دي ما تقدرش بثمن. بس لا برضه مش هسامحه، ففي وحمه على شكل فراشه على جسمها، عارف فين؟ المهم نرجع بقى لوقت حالي، وبيكون نيلي متضايق عشان عارف ان مراته عصبيه شويتين. المهم تاني يوم واللي بيكون متبقى عليهم الاستكشاف حوالي يومين، بيروح نيلي عند محل اسلحه وبيبص على الدروع وبياخد باله من درع برونزي كويس. فبنلاقيه بيقول لصاحب المحل انا عايز اخد درع غضب الناري ده ويديني كمان سيف غضب الملتهم. فبيستغرب بيعه وبيقول لنفسه هو الواد الظاهر ده ماله، وبيقوم قايل له تمام الدرع هيتباع كطقم كامل من 4 قطع وثمنه 500,000 عمله روحيه شيطانيه، اما سيف الغضب الملتهم فثمنه حوالي 200,000 عمله روحيه شيطانيه، متاكد انك عايز تشتريهم؟ فبيرد نيلي وبيقول له اكيد، إيه انت فاكرني بهزر ولا ايه؟ خد دول، خد الاول دول 700,000. فبيرد التاجر وبيقول له ماشي هغلفهم لك على طول. طقم الدرع ده من اعلى مستويات التصنيف البرونزي، اتعمل من وحش الشيطاني الغضب الناري والوحش الشيطاني البرونزي، وحتى هجمات وحوش الفضيه مش هتقدر تكسر الدرع ده. ولكن نيلي بيقطع وبيقول له عارف وريني شويه نقوش برونزيه وهات برضه خاتم فضاء بحجم 5 متر مكعب. فبيروح البياع ونيلي بيقول لنفسه ما ينفعش اخلي معايا خاتم ير، وبعدها بيقول للبياع عايز طقم الدرع ده كمان، وريني دي برضه، بقول لك ايه هاخد اوضتك اغير فيها. فبيقول له بياع اتفضل، هو بيدخل نيلي وبيقول له هو بيغير هلبس درع الغضب
الغضب الناري دلوقتي بالطريقه دي، فالوحوش البرونزيه مش هتشكل تهديد خالص. مش وحش، كنت قلقان يكون الدرع اكبر مني شويه، ولكنه مناسب جدا. وبعدها بيلبس هدومه وبيخرج وبيقول لنفسه همشي، جه الوقت عشان ارجع الفلوس وخاتم لير، يلا على الصف. بس قبل ما يدخل معهد اوركيد بيقف عشان خد باله ان في حد بيراقبه، ولكنه بيبتسم. بس مهم بعد فتره قصيره بيكون نيلي وصل لزاويه في المعهد، وبناخد بالنا ان في كام واحد مستنيينه، وبيظهر يويو بنلاقيه بيقول اخيرا عرفت اوقعك عشان انت. فبيكمل يويو بيقول له تعرف ايه هو الخوف؟ هو انت مش متعجب في عاده يحصل تعالات النبيله؟ اضربوه. وبنلاقيهم كلهم بيهجموا عليه. فبيكمل يويو بيقول في هنا 6 متدربين برونزي، اما نشوف ورينا ازاي بقى تستخدم فنونك الشيطانيه. اضربوه بدون رحمه لحد ما يقدرش يقف تاني. وبيلاقي حد منهم كان هيدي نيلي في وشه، بس نيلي قدر يتفاداها وبيشقلب في هوا وبيرجع ورا. وبنلاقيه بيقول لهم ما تقربوش انا هنتقم. بس اللي قدامه بيقول له لو قدرت انا اللي عليا الدور. وبيدخلوا عشان يهجموا عليه، بس نيلي بيتفادى ضربته. بس في نفس الثانيه بيكون في حد تاني قريب منه وعايز يضربه، ولكن نيلي بيتفادى ضربه والضربه بيتصيب زميله. بس نيلي بيستخدم تقنيه وبيكون يوي مصدوم وبيقول ايه اللي بيحصل؟ مش عارفين تعاملوا مع عيل ما وصلش حتى لسه التصنيف البرونزي، خلصوا عليه. وبنلاقي بيقربوا منه، بس بنلاقي نيلي بيزعق وبيقول العيله المقدسه عايزين يقتلوني، هيقتلوني. لا يا شعب يا كفره. فبيصدم يوي، وفي نفس الوقت بيكون في 2 جم عشان يشوفوا اللي بيحصل. وبيلاقي حد منهم بيقول العيله المقدسه بتقتل حد. فبيلاقي يوي بيقول لنفسه ايه الخرا ده، بيحاول يلم الناس وبيقوم قايل اللي معاه اقفلوا بقه بسرعه. ماس نيلي بيكمل وبيقول العيله المقدسه بتعمل جريمه قتل. وطبعا اتباع يوي بيكونوا متضايقين من صوته. ماس نيلي بيضرب شويه وهو بيصيح، ولكن بيلاقي حد كان هينط على بطنه. بس نيلي بيتفادى كل الضربات وهو عمال يصيح ويقول هيقتلوني هيقتلوني. اما هم فبيكونوا مستغربين من نيلي لانه بيفلت زي السمكه، بس حد منهم بيمسكه والتاني بيديله في بطنه وبينزل ضرب فيه. اما يوي فبنلاقيه بيقول هو متعصب انا خليك تستخبى يا عيل انت، اضربوا لحد الموت. ماس نيلي بيكمل صياحه بيقول الحقوني العيله المقدسه بتعمل جريمه قتل. وبنلاقي 3 اشخاص تانيين بياخدوا بالهم والدنيا بتزيد وبينتشر الكلام بان العيله المقدسه بعتت حد عشان يقتل نيلي. وبيقرر واحد منهم انهم يروحوا عشان يبلغوا المدير بسرعه. وبنرجع لنيلي وبنلاقي اللي ضربه البوكس ايده وجعاه عشان الدراع بتاع نيلي، بس بيدخل حد تاني وبيكون هيضرب نيلي. بس نيلي بيلمسه بصباعين في مكان معين وبيضربوا فيها، فبيتوجع الشخص ده وبيقع على الارض. فبيقول نيلي اتفادتها شكله وقع. فبيتعصب يو اكتر وبنلاقيه بيقول ايه ده، هو انتوا ما اكلتوش رز ابدا يا حصان انتوا؟ بس بيبص وراه وبيلاقي ناس متجمعين وبياخد باله ان الناس بيزيدوا وعمالين يتكلموا. فبيضايقوا وبيقول كسروا لحد الموت. فبيكون واحد من ابايهم مستغربين من كلمه كسروا دي. بس نيلي بيكون بيضرب فيهم وبيتفادى الضربات وهو بيقول العيله المقدسه عايز تقتلني. وطبعا الاتباع بيكونوا مصدومين، ولكن فجاه بنسمع صوت بيقول انتوا بتعملوا ايه؟ وعرفوا كده كتير اللي انتوا بتعملوه ده، كده كتير يا يوي. وفجاه بنلاقي سلاح قدام نيلي وبنعرف ان بتعمل كده هي يون. وبنلاقيها بتقول يوي انا ما كنتش متخيل انك شخص من النوع ده. وبنلاقي يون وير واقفين قدامه والاتنين بيسالوه لو هو كويس. فبتبص لها ير وشكلها كده بتكون غيرانه. المهم بيضحك نيلي ومش بيعرف يرد يقول ايه. بس المهم بنلاقي يوي بيقول يون انت فهمتي غلط معلش اسمعيني. بس نيلي بيضحك باستهزاء فبيتعصب يوي وبنلاقيه بيقول دي لعبه الجزم ده عملها، الواد ده بيكذب وهو اللي جرنا لهنا. وطبعا ير ويون مش بيكونوا مستوعبين معلش يعني هو جابكم هنا عشان تضربوه. وبنلاقي ير بتعصب وبتقول له عايز تضحك على مين يا يوي، مش ده عذر غبي برضه. فبيقف نيلي وبنلاقيه بيقول انا وقفت في وش عيله مقدسه بس مش دي افوره، عايز تقتل حد في المدرسه؟ طب تفتكر معهد اوركيد هيعمل ايه؟ عيلتي ما تقارنش بعيلتك ولكنها مش تحت رحمتك، وانا عايز اشوف عيلتك هتتمادى قد ايه. انا نيلي راجل وفخور بنفسي ومش هنحن ليكم ابدا حتى لو قتلتوني يا كلابه، ده مستحيل. فبيتعصب يوي بس بنلاقي يون بتقول له نيلي انت عظيم بجد. اما يور فبتكون مبهوره بيه وحتى ير اللي هي بتقول لنفسها نيلي طلع شجاع بجد، العيله المقدسه مقرفه وخسيسه وانا برضو مش هنحن ليهم. وفي نفس الوقت بيجي بياو بنلاقيه بيقول ابعدوا على الطريق نيلي انت كويس. وحتى بياو باقي الرجاله بيجوا وبنلاقي زي بيقول يوي انت حقير جدا 7 ضد 1 والناس كلهم بيكونوا متضايقين. فبنلاقي بيقول انا ما عملتش حاجه زي ما انتم شايفين الوقت تمام وهو عمال يصيح، ولكن بياو زي بيكونوا فاهمين. وبنلاقي بياو بيقول انت لسه هتنكر؟ طب خلاص خلينا بقى نديك علقه ونشوف انت تتجرأ على انك تحلف انك ما عملتش اتباعك انهم يضربوا نيلي لحد ما يموت. الكل سمع اللي انت قلته. فبيرد يو بيقول انا قلت كده بس ما كانش قصدي يعني. فيرويون بيكونوا متضايقين من كلامه. بس فجاه يو بيسمع كلام الطلاب واللي بيكونوا مستحقرينه جدا. بس فجاه بيجي نائب المدير شنغا فبيتعصب يوي وبياخد رجالته وبيمشوا وبيقول لنيلي قبل ما يمشي اعترف انك غلبتني النهارده بس استنى شويه. وبعد ما بيمشي بنلاقي ير بتقول لنيلي انت كويس؟ فبيرد نيلي وبيقول لها دي اصابه صغيره ومش خطيره خالص انا محظوظ انكم جيتوا بدري. وبيبص ليون بنلاقيها بتقول له كويس ان ما حصلتش حاجه كبيره.
والطلاب بيكونوا غيرانين منه. بس مهم بنلاقي اير بتكمل وبتقول لنيلي هساعدك اوصلك للصف وكمان جهز لك فطار. فبيقول نيلي لنفسه انا ما رحتش الفصل بقالي كتير، اوعى تقول انك بتعمل فطار كل يوم. ولكنه بيفتكر يون ولسه بيحاول يكلمها، بس بيلاقيها بتقول له همشي انا بما ان المشكله خلصت. ومن وراه زيو وبياو بيكونوا مبسوطين منه جدا، ولكن بيكون في ضيف غير مرحب بيه وهو فيه خطيب ير. وبيكون بيقول لنفسه بتعارض عيلتنا في عالم وعايز تخطف مرات ير. نيلي انت ببساطه مش هتعيش كتير. المهم زي ما احنا اتبقى يومين على يوم الاستكشاف، ونيلي رجع للمكتبة علشان يكمل تدريبه بعد ما رجع فلوس ير. وكل يوم كان بياخد حبة تجميع الروح أو حبة تحسين الروح، وبعدها يستحمى بعشب الضباب بنفسجي علشان يرفع قوته الروحية ويدرب قوته الجسدية عشان يساعد لاستيعاب قوة الروح الشيطانية في المستقبل. واليومين عدوا بسرعة وبنعرف ان نيلي وصلت قوة روحه ل 76. وفي بداية اليوم الثالث واللي هو يوم الاستكشاف بيروح نيلي لتشين وبيشوفه وبيكون متضايق منه. وبنشوف يوي وبيكون معاه 7 من رجالته وبيكون متعصب وبيقول لنفسه نيلي هنا برضو ما تلومنيش، انت اللي جيت لقدرك المستعجل. لو ما قدروش اللي بالتصنيف البرونزي يتعاملوا معاك فانا هجيب اقوى الاشخاص من العيله. وبيلي بيتكلم حد من اتباعه وبيقول له حاجه في ودنه وبعدها بيضحك ضحكه شيطانيه. بس نيلي بيكون واخد باله ولكنه مش بيكون عارف يوي بيخطط ليه، ولكنه بيروح ليون وبيسلم عليها. ففي واحده بس هي بتستغرب وبتقول له انت كمان انضميت؟ فبيقول لها وبيقول لنفسه شكلها مش متضايقه مني دلوقتي، شكل كل الضرب ده ما كانش على الفاضي. المهم بنلاقي تشين بيقول صح احنا قلنا للتانيين بان دي حمله بس عشان التدريب في وادي الجبال وما ينفعش نلفت الانظار. فبيشجعوا كلهم وبيتحمسوا وبيعملوا دوشه. فبيتعصب تشين وبيقول لهم قلت لكم ما نلفتش الانظار. المهم بيبداوا بعدها يتحركوا وبنلاقي يون بتقول لنيلي انت تعرف تشين؟ فبيرد نيلي وبيقول لها ما اعرفوش شخصيا بس كانت معاه في المكتبه من كام يوم. فبتكمل يون وبتقول له يعني هو دعاك للانضمام؟ انا اعرف تشين من واحنا صغيرين، هو مغرور ومتغطرس جدا. فبيضحك نيلي وبيهزر معاها بس من وراه يون بيكون شايف كل حاجه وبنلاقيه بيقول المفروض يون تبتسم لي انا بس. نيلي انت استنى بس نوصل للضواحي ووقتها هرتاح منك. وبعد 10 ساعات من مشيه وطبعا كان معاهم 6 من متدربين الصف الفضي، وبعد ما بيوصلوا المكان بنلاقي تشين بيقول الليل قرب يليل فهنخيم هنا. وبعد ما بيخيموا بيقول نيلي لنفسه كان مش وحش. وبعدها بنشوف يوي وهو بيحاول يكلم يون وبيقول لها خلينا نخيم مع بعض عشان بالطريقه دي اقدر احميكي، ولكنها بترد وبتقول له لا تسلم انا خايف مع اخواتي الكبار. هو طبعا نيلي بيكون مبسوط جدا. المهم وفي نص الليل وفي وسط اصوات حشرات بيقول نيلي لنفسه هناخد اجازه عشان نرجع البيت بعد الاختبار اللي هيكون بعد شهرين وبعد سنه من دلوقتي. عيلتي كانت بتعمل ايه؟ وبيفتكر عيلته وهي بتتدمر وقت هجوم وبيقول لنفسه ابويا وعمامي واخواتي لازم اوصل للتصنيف الذهبي الاسود او حتى الاسطوري قبل ما يجي اليوم ده، وقتها بس هقدر احمي مدينه مجيده. جه وقت التدريب لازم اتدرب بسرعه ولازم اخد الاداه دي الاول. والتدريب على تقنيه السيد السماوي بيخلي نطاق روح الضباب الاصلي ياخد هيئه كرويه، وباين كده من المنظور الداخلي ان في حاجه مخفيه في مركز نطاق روحه. بس ممكن يكون ايه؟ هو قال انه حس بده قبل كده في حياته اللي فاتت ما كانش عنده الشعور ده، ومع قوه النمو اللي معاه دلوقتي فهو لسه مش قادر يكتشف اعماق نطاق روحه. المهم في نفس الوقت عند عيله التنين المجنح بنلاقي اير بتبص من الشباك وبتقول لنفسها نيلي ساب لي رساله قالوا انه يروح مغامره بس هو ليه ما خدنيش معاه. ولكن في نفس الوقت بنلاقي حد داخل وبيقول لها يا سيدتي يا سيد عايزك تروح القاعه الرئيسيه عشان يتناقش معاكي. فبتقول يا لنفسها ابويا عايزني في وقت متاخر زي ده، هو ايه اللي حصل؟ وبتخرج وبنلاقيها بتقول له خير في حاجه؟ بس ابوها واللي بنعرف ان اسمه زياو وانه قائد عيله التنين المجنح. وبنلاقيه بيقول ير انا دهتلك عشان اطلب منك طلب. فبتكون مستغربه وبتقول لنفسها عمامي الثلاثه بقوا مودين جدا مع ابويا بعد ما بقى القائد، شكلهم كده متورطين في حاجه. بس بنلاقي عمها هي بيقول يا بنت اخويا سمعت انك صرفت فلوس كتير عشان تشتري عشب الضباب بنفسجي، وثمن العشب ده اترفع ل 100 ضعف، وبيتهيألي ان قيمه العشب الضبابي ده وصلت فعلا لمليارات العملات الروحانيه الشيطانيه، وعيله التنين المجنح بتاعتنا هترجع لمجدها في فتره قصيره بالفلوس دي. فلو بنت اخويا هتقدم المساعده العظيمه دي فهتكون نجمه حظ لعيله التنين المجنح بجد. بس ير بتقول لنفسها بقى كده بقى يعني عمي عرف بخصوص عشب الضباب بنفسجي فجاء عشان يضغط على ابويا عشان ياخد جزء من عشب الضباب بنفسجي او يمكن كله، يبقى ابويا شكله في مشكله. وبنلاقيها بتقول لعمها شكلك فهمت غلط، انا اشتريت عشب الضباب بنفسجي ده من فلوسي الخاصه عشان حد. بس ابوها بيرد وبيقول لها صح ده شيء يخصها، مش مهم كميه عشب الضباب بنفسجي اللي اشتريتها ير وعشان ايه الموضوع اصلا ما يخصش عيله. بس العمي بيكون متضايق وبنلاقيه بيقول بس اكيد ير فاهمه العيله في وضع مختلف دلوقتي، ولو خدنا جزء من عشب الضباب بنفسجي فده هيجيب نفع عليك وعلى العيله. يا بنت اخويا انت بنت عاقله وذكيه ما اتمنى تفهمي الموضوع بشكل كامل وتساهمي في اعاده احياء العيله. بس ير بترد
وبتقول له انا استخدمت فلوسي الخاصه عشان اشتري عشبه ضبابي بنفسجي ده، والموضوع ده ما يخصش عيله. مش صح ولا ايه يا عمي؟ يعني هو انت قصدك مثلا ان اعشاب ودروع اللي بتشتريها تخص برضه عيله؟ فبيستغرب عمها وبيقول لنفسه يير من امتى بقت بتعرف ترد؟ هي شكلها مختلفه بطريقه ما. بس المهم بنلاقي ابوها بيقول كلام يير كلام منطقي ومش ملزمه في اتجاه عيله. بس يا عمي خنزير بنلاقيه بيقول بس دي حاجه ما ينفعش تقارن بالحاجات العاديه التانيه. كام كيلو من عشبه ضباب بنفسجي نقدر نبيعها بمليارات العملات الروحانيه الشيطانيه، فممكن الفلوس دي تخفف الازمه بتاعت عيله التنين المجنح ومش هتحكم بينا العيله المقدسه تاني. يير لو شريكت عشبه ضباب بنفسجي معانا فوقتها مش هتحتاجي تتجوزي فيه. وبيقول لنفسه نضحك عليها بس وناخد عشبه ضباب بنفسجي اول، اصلا ازمه جوازها بتعتمد على العيله المقدسه. بس مهم بنلاقي حد من العيال بيقول انا اتفق مع رايي عشبه ضباب بنفسجي هينفع العيله كلها، وطبعا الباقي بيتفقوا هما كمان. وبيكون ابوها متضايق وبيقول لنفسه ليه كل مره بيتضحى بيها؟ في كل مره عيله تقع في مشاكل. بس يير بنلاقيها بتقول عشبه ضباب بنفسجي انا اشتريته عشان حد معرفه واديته كل حاجه قبل ما السعر يترفع، فطبعا كلهم بيصدموا. وبين عمي ده بيقول يير اسم صاحبك ده ايه؟ ادينا معلومات عنه. بس يير بترد وبتقول له يا كبيري يا ريت تفهم اني ما اقدرش اقول لك اي معلومات عنه. بس عمي بيتعصب وبنلاقيه بيقول بقى كده انا بتمنى بس ان دي ما تكونش حجه عملها الاب وبنته، لو بجد الشخص ده صاحبك فليه ما تطلبيش منه انه يرجع لك عشبه ضباب بنفسجي؟ فبترد يير وبتقول له انت بتقول ايه؟ هو اللي طلب مني اشتري عشبه ضباب بنفسجي ولو طلبت انه يرجعه لي مش كده ابقى شخص بيرجع في كلامه؟ بس العمي بيقول لها دي حاجه تخص العيله. بس ابو يير بنلاقيه بيقول ايه خلينا ناجل الموضوع ده، وحتى لو طلبنا منه يرجع عشبه هل هيرجعه بجد؟ بس بيرد وبيقول له مفيش رجوع في الموضوع ده، لازم نعرف نفوز الطرف الثاني، ولو ما عندوش اي فلوس فده مش هيكون معناه اننا مش هنعرف نرجع عشبه ضباب بنفسجي. فبتتعصب يير وبيظهر حواليها هاله وبنلاقيها بتقول انت قلت ايه؟ وكل حالها بيكونوا مصدومين. وبنلاقي ابوها بيقول لنفسه هي ليه عندها قوه روح كبيره زي دي؟ القوه دي مالها؟ هي يير وصلت لتصنيف البرونزي بنجمه؟ دي مخليني احس بضغط وانا روحاني شيطاني ذهبي. ويير بيكون شكلها متعصبه جدا، ده حتى عمامها بيكونوا مصدومين وبيبصوا على هيئه الروح بتاعها واللي بتكون مخرجه ليرة جناحها، فبيقولوا عمامهم مصدمه ده تشكيل روح بجد، وبنعرف ان قصدهم على قوه الروح اللي اتكسرت في اجنحه. المهم بيلاقير بتقول الصديق ده هو فاعل خير ولو عايز الكبير زينه يأذيه فانا هوقفه حتى لو كانت على حياتي. فبيكون عمها مرعوب وبيقول لها انسي الموضوع، لما نفكر في موضوع نير قدرت تعمل تشكيل الروح فالاحسن احنا ننسى عشبه ضباب بنفسجي ده. العيله مش هتعارض عبقريه زي بنت اخويا يير اللي قدرت تعمل تشكيل روح، فبيبدا التشكيل يتلاشى. وبينلاقي ابوها بيقول يير يمكن انت ما سمعتيش ده قبل كده بس تشكيل الروح ده معناه الوصول لاقصى نقاء قوه روح، والروحاني الشيطاني اللي يقدر يوصل ليه يقدر يوصل لروحاني الشيطاني ده بيسود على الاقل في المستقبل، وبيبداوا موجودين يباركوا لها. بس المهم بنلاقيه بيقول طب ترتيبات الجواز مع العيله المقدسه؟ فبيرد حد تاني وبيقول له من رايي فلنديهم عبقريه الجيل التاني وحيده اللي تقدر ترجع عهد عيلتنا للعيله المقدسه. وبنلاقي حد تالت بيقول ترتيبات الجواز مع العيله المقدسه وعشبه ضباب بنفسجي ولا حاجه بالمقارنه مع تشكيل روح يير. بس بالنسبه ليه هو اللي شكله كده كان مجهز الاجتماع ده عشان يزعزع حكم زياو كقائد عيله، ولكنه ما كانش متوقع اللي حصل. المهم بنلاقي زياو بيقول استنوا ما ينفعش نعارض العيله المقدسه دلوقتي، بس الجواز المفروض لسه بعد سنتين، خلونا نهدأ اول ومش محتاجين نتسرع. يير انت وصلت للتصنيف البرونزي من كام يوم ودلوقتي قدرتي تعملي تشكيل الروح، فاكيد في اختراق في قوه الروح دلوقتي. استخدمي كريستالة الروح علشان نختبرها دلوقتي. والموجودين بيكونوا متحمسين وفجاه بنسمع صياح انبهار لان يير بقى عندها 365 نقطة، يعني تصنيف برونزي ب3 نجوم. اما عندي نيلي فبيكون بيختبر هو كام قوة روحه وبيكون جمع 82 نقطة روح على الكام يوم اللي اتدرب فيهم دول. بس زي ما بيتقال الاصعب من الشغل تقفيل الشغل، واخر نقط هتكون صعبة جدا. ومش بيكون قدام نيلي غير انه يفضل يتدرب بالليل وبيكون هينام لانه مطمن عشان تشين جاب اشخاص للحراسة. بس اللي محدش يعرفه وهو ان نيلي عنده غريزة قوية للادراك بالخطر زي سبايدر مان وكده، وبسبب ده قدر ينجو من كوارث كتيرة في حياته اللي فاتت. فجأة بياخد باله من حاجة وبنلاقيه بيقول لنفسه الريحة دي وبيتحرك في اتجاهها على طول، ولكن يقف في مكان بيكون مليان أغصان أشجار. وبنلاقيه بيقول لنفسه في ريحة بول وحش، أكيد ده الدب الثعلبي لو أنا مش غلطان، في حد هناك. ولما بيبص وراه بيلاقي تشان والرجالة، وتشان بيقول له نيلي أنت بتعمل إيه هنا؟ فبيرد نيلي وبيقول له شميت ريحة غريبة وأنا بتدرب فكنت قلقان لا يكون في وحش فمشيت ورا الريحة لحد ما جيت هنا. فبيكمل تشان وبيقول له بعد كده في 2 من مجموعتنا لو حاجة زي عش وحش وهم بيبصوا في الغابة، فعشان كده جيت انا ويوي عشان نتاكد. وبيظهر يوي
وبنلاقيه بيقول ريحه، طب ليه انا ما شميتهاش؟ انا مش عارف انت بتخطط ليه عشان تيجي كده نص الليل، مسني ليه؟ بيكون مستهلسه جدا. فبيضحك تشي من الموقف، وبنلاقيه بيقول لنفسه شخص زيه ما عندوش نفوذ يتجرأ انه يتحدى علم مقدسه تاني، ده يا اما يكون واثق من نفسه يا اما مغرور. اما يوي فبنلاقيه بيقول العش ده شكله متساب من وقت طويل، لو بصينا لفروع الشجر متبعتره. فبنلاقي تشين بيقول شكلها كده، ايه رايك يا نيلي؟ فبيرد نيلي وبيقول في بقايا فرو على حافه الجذع، وبالنسبه لشكل عش فبيتهيألي انه هيكون وحش شيطاني اسمه الدب الثعلبي. والدب الثعلبي بالغ الغير مشترك في القناه بيوصل طوله ل4 اقدام، والعش ده كبير جدا، فاكيد في عدد كبير من الدببه الثعلبيه كانوا عايشين هنا قبل كده. فبيقطعوا يويو وبيقول في مئات الانواع من الوحوش في جبال الاسلاف، وانت قدرت تستنتج بانه دب ثعلبي من كميه المعلومات القليله دي؟ هو ده مش هبل. بس تشين بيقطع يويو وبيقول كمل يا نيلي. فبيكمل نيلي وبيقول الدب الثعلبي هو وحش شيطاني فضي بيقضي طول اخماس السنه في كهف السبات الشتوي، ولما بيبدا الصيف بيخرجوا من كهوفهم ويبداوا الصيف في الغابه. فبيتوتر تشين وبيقول بس مش هو ده الوقت. فبيكمل نيلي وبيقول الدب الثعلبي متشدد جدا في اتجاه منطقته وبيعلمها بالتبول فيها زي الكلاب، وبيتهيألي ان الريحه اللي شمتها كانت وقت لما خرج من كهفه، وبيتهيألي انه يزق قريب جدا. فبيقول له تشين طب نعمل ايه؟ فبيكمل نيلي وبيقول لازم نمشي من المكان ده دلوقتي، الدب الثعلبي عنده حاسه شم قويه، ولو كشفنا فهندخل حرب مش هنقدر نهرب منها، واحنا هدفنا عطل مدينه اوركيدا قديمه، فهيكون من الاحسن اننا نتفادى معركه مش ضروريه. وبس كاساطير نقدر نقول اننا خلصنا ليه، او بمعنى صح الارك الاول. فعايز اعرف مين متحمس للجزء الجاي، والمتحمسين في الكومنتات. نيلي طلع منجاوي، وده ليه؟ عشان دي كلمه السر، والمنجويه هم انتوا اللي وصلوا للدقيقه دي. وعامه من غير كلام كتير اوعى تنسى على النبي وتدعي لاخواتك المستضعفين في كل مكان، ودول ابطال الداعمين للقناه واللي بجد مش عارفين نقول لهم ايه. شكرا بجد ليكم، ودول شويه من الاساطير اللي كانوا معانا في ظهرنا، وفي ناس ثانيه كتير ممكن نكون قصرنا معاهم، ولكن لا تقلقوا مش معنى كده ان احنا مش شايفينكم، احنا بنشوف كل الكومنتات، وبجد هي الدافع اللي مخلينا مكملين لحد دلوقتي. انت متخيل عملنا كام فيديو مع بعض؟ تقريبا فوق ال100، وال100 فيديو دول ما كانوش هيتعملوا لولا دعمكم المتواصل لينا، فبجد شكرا ليكم. والفيديو ده نقدر نقول انه هديه مني ليكم عشان نبسط باحسن قصه في التاريخ، او على الاقل بالنسبه لي. قولي في الكومنتات رايك، وعامه اكيد مش هنختلف. بس عامه اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، اوعى تنسوا الفيديو ده، اوعى تنسوا تشترك في القناه عشان تشوف كل جديد، وجهزوا نفسكم لعظمه جايه في الطريق. وبس اشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام.